يلا بينا يا شباب مع بعض نحل امتحان الاي اس تي لترايل جانيوري 2026. امتحان كان فيه شويه افكار، كان الامتحان في المجمل سهل بس جاب لنا كذا سؤال رخم، يعني ايه دوخوكم وبهدلوكم. تعالوا مع بعض النهارده نشرح الاسئله دي بالتفصيل ونشرح الافكار بتاعتها ونحل مع بعض الامتحان كله ان شاء الله. مش بس هنحل الاسئله لكن هنحاول كل سؤال نشرح الفكره بتاعته بشكل سريع ومختصر، عشان لو انت حتى مش فاكر الفكره ايه او مش عارف الفكره ايه تقدر ان انت تجمع. مش بس هنحل السؤال، هنشرح الفكره بتاعته كمان. زي ما انتم عارفين يا شباب، حل الامتحانات والتدريب على طريقه الاسئله وطريقه الامتحان دي اهم حاجه حضرتك تعملها في فتره الريفيجن. علشان كده احنا ان شاء الله مع بعض هنحل الامتحان ده، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هنسجل كل الفايف براكتس تيست وهيكونوا كلهم موجودين معاكم ان شاء الله عشان تذاكروهم كلهم وتتدربوا على كل الافكار اللي فيهم. نصيحتي ليك، خد الامتحان الاول حله وتدرب عليه، بعدين تعالى اتفرج على الفيديو ده. لو ما كنتش اتفرجت على حلية الامتحان وقف هنا، روح حله بنفسك وشوف درجتك، بعدين تعالى مع بعض نشوف الشرح. يلا بينا بسم الله نبدا. اول سؤال معانا في ترايل جانيوري 26. زي ما انتم عارفين يا شباب، الامتحان بتاعنا بيكون 60 سؤال في 60 دقيقه، والامتحان بيكون مقسوم جزئين. بارت ايه بتكون زي ماتشنج كده، هو بيجيب لي اختيارات كتير ويجيب لي ايه عليها نفس الاسئله. انا اول ما بصيت هنا على الكويشن ده لمحت بعيني الرسمه. بنهتم جدا 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 بكل الرسومات. لمحت بعيني الرسمه دي رسمه سيل ممبرين، انا مذاكرها بقى. فهو هنا هيسالني على الاستراكشرز اللي موجوده في السيل ممبرين، حط لي عليها ليبلز وهيسالني عليها. تعالوا يلا بسرعه في دقيقتين نراجع مع بعض الرسمه بتاعت السيل ممبرين عشان نفكركم بيها. اول حصه خالص، اول مره اتقابلنا فيها، اول مره اتعرفنا، قلت لك اي خليه في الدنيا ربنا خلقها لازم 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 تكون سراوندد باي سيل ممبرين اللي هو ده. وقلنا عنه شويه خصائص، ان هو سيلكتيفلي بيرميبل، يسمح بمرور بعض الاشياء ولا يسمح بمرور الاشياء الاخرى اكوردنج للسايز وللتشارج، واتكلمنا عنها بالتفصيل. الكلمه المهمه الثانيه ان هو مصنوع من ايه؟ مصنوع من فوسفو ليبيد باي لاير. حتى انا ساعتها يومها خدتك كده رحت على شابتر البايوكيمستري عشان افكرك مين هي الفوسفو ليبيد. قلت لك الليبيد شكله عباره عن ايه؟ ده كده اسمه جليسرول، ده الكحول اسمه جليسرول. كان الطبيعي يبقى معايا فاتي اسيد والتاني، والطبيعي يبقى في واحد ثالث هنا. الفوسفوليبيد ربنا خلقه بشكل مختلف، عندي 2 فاتي اسيد بس، بدل الثالث عندي هنا فوسفيت جروب. طب ايه الحكمه؟ فاكر لما قلت لك معلومه ما تنساهاش ابدا عن الليبيد؟ الليبيد الدهون مش بتدوب في الميه، حتى قلت لك لو في حاجه دهون وقعت على هدومك ماما مستحيل تسامحك، ليه؟ هتبقع، مش هتدوب في الميه، يعني مش هتطلع في الغسيل العادي. الليبيدز بتكره الميه، الفاتي اسيدز بتكره الميه، فربنا خلق لنا هنا الجروب الثالثه بدل ما تكون فاتي اسيد برضو خلق مكانها فوسفيت جروب. الفوسفيت جروب دي بتحب الميه، ايه رايكم نسميها هيدرو يعني ميه، هيدروفيليك بتحب الميه، ودول هسميهم هيدرو فوبيك بيكرهوا الميه. فوبيك يعني فوبيا، تمام؟ فانا عندي الفاتي اسيد كان ده منظره، في هنا هيد اهي ولازم منها 2 تيلز. تعالوا نشوف مع بعض تاني. الهيد من الفوسفيت فهي هيدروفيليك بتحب الميه، شايف بتحب الميه ازاي؟ طب والتيلز فاتي اسيد هيدروفوبيك بتكره الميه. تمام؟ طيب قلت لك ساعتها عندي مشكله، السيل ممبرين بتاعتي اهي، تمام؟ جوه الخليه بره الخليه في ووتر اللي هو الاكسترا سيلولار فلويد، وجوه الخليه في ووتر اللي هو السيتوبلازم. اخلي السيل ممبرين باصص لجوه ولا باصص لبره؟ يعني الفاتي اسيدز تبقى ناحيه الميه اللي بره ولا ناحيه الميه اللي جوه؟ علما ان الفاتي اسيدز بتكره الميه. مش الفاتي اسيد بتكره الميه، ما ينفعش تكون باصه للميه خالص. عشان كده ربنا خلق لنا السيل ممبرين 2 لايرز، حط هنا ميه براحتك وحط هنا ميه براحتك. ده فوسفيت وده فوسفيت، فعشان كده الكلمه الاهم في السيل ممبرين ان هو فوسفوليبيد باي لاير، 2 لايرز، عشان الليبيد يبص للليبيد والفوسفيت يكون بره. طيب تعالوا نرجع للسيل ممبرين. هل يا شباب السيل ممبرين مصنوع من فوسفوليبيد بس؟ لا، بس انا شايف هو معظمه فوسفوليبيد، اللي هي دبوس الطرحه ده، الهيد لونها ازرق ونازل منها عصايتين اورنج 2 تيلز، والثانيه تحت كده هيد وطلع فيها 2 تيلز. تمام؟ ده كده اسمه ايه؟ اسمه فوسفوليبيد باي لاير. تمام؟ طيب وقلت لك ان دي عامله زي الجدار او السور اللي حوالين الفيلا بتاعتي، هيعدي الهواء، هيعدي القطط والحاجات الصغيره، لكن صعب يعدي الحاجات الكبيره. عشان كده لما محتاج اعدي حاجه كبيره
كنت بفتح لها بوابه، واتفقنا ان البوابات بتاعتي مصنوعه من البروتين واسمها بروتين تشانلز. دي بوابه بتعدي اللارج بارتكلز اللي مش عارفه تعدي من السيل ممبرين. تمام؟ اسمها ايه؟ اسمها بروتين تشانل. طيب ايه كمان موجود عندي في السيل ممبرين؟ فاكرين لما قلت لك ان مي كانت رايحه تشتري كوتشي، فدخلت المحل عجبها حاجه، فقالت للراجل اللي شغال هناك هات لي الكوتشي ده مقاس مش عارف 39، اللون اللي مش عارف البامبا كذا. لما الراجل يخش المخزن هيفتح كرتونه كرتونه يبص جواها، ولا هيبص من بره على الليبل كده ملزوق على الكرتونه يعرفوا ايه الموديل اللي جوه وايه المقاس وايه اللون؟ هيبص من بره على ليبل. الليبل ده عندنا في الخليه برضو، الخليه بتاعتي اهي عليها من بره ليبل هسميه انتيجين، يكون مصنوع من الكربوهيدرات لوحدها او كربوهيدرات مع بروتين. تمام؟ الانتيجين ده فايدته ايه؟ ده سيل تو سيل ريكوجنيشن، اعرف ايه مكونات الخليه من جوه. ما تسالش عليه في الامتحان، لكن سالني على وظيفه ثانيه للبارتكلز اللي بره دي. لما الخليه دي تحب تلزق مع الخليه اللي جنبها، مش الجسم بتاعي فيه خلايا كتير والخلايا هتلزق مع بعضها، برضو الكربوهيدرات تشينز اللي موجوده بره دي بتساعد في الستيكينج بتاع الادجيسنت سيلز، الخلايا اللي جنب بعضها بتلزق من خلال الايه؟ من خلال الكربوهيدرات تشينز. فتعالوا كده نقول السيل ممبرين بتتكون اساسا من فوسفوليبيد بايلير، وفي انتجرال بروتين والبروتين تشانلز، وفي الكربوهيدرات تشينز بادوارها المختلفه اللي قلناها، وكمان بيكون في الكوليسترول في الانيمال سيل بيخليه مور ستيبل. يلا نشوف السؤال بتاعنا. بسم الله. اول سؤالين سالني عن الفوسفوليبيد بايلير. قال لي انهي حته هيدروفيليك وانهي حته هيدروفوبيك. انا مذاكر، لو انت مذاكر تحل السؤال ده بسرعه قوي. هيدروفيليك وتو تيلز هيدروفوبيك. طلع من الرسمه الكوره دي هي الفوسفيت جروب هيدروفيليك، والتو تيلز دول هم دول هيدروفوبيك. فالكوره اهي الاي هي اللي مشاوره على الكوره، فالهيدروفيليك هحط الاي. طب والهيدروفوبيك هحط التو تيلز اللي هي هتبقى سي. طيب السؤال الثالث، ترانس ممبرين بروتين. بروتين يعبر الممبرين، مش هفكر كتير، البروتين شانل دي. structures that help the cells stick to each other، مش هفكر كتير اهو الكربوهيدرات اللي موجود معايا بره هنا. forms outer layer of the phospholipid bilayer. احنا هنعيد ونزيد ليه؟ مش ده الفوسفوليبيد بايلير، دي الحته اللي بره صح؟ تبقى ايه برضو تاني؟ ينفع اختار نفس الحرف مرتين؟ ينفع. ينفع قوي كمان. ينفع، يمكن يبقى سؤالين ورا بعض نفس الاجابه، ينفع عادي خالص. تمام؟ لو مذاكر تحل معايا القصه دي. ده سؤال سهل بس بيقول لك ركز كويس قوي وانت بتذاكر على كل الصور. مش عارف هيكون ان شاء الله جاهز على الترايب بتاعتكم ولا لا. عندنا فايل بنجهزه اللي هو الميسلينيوس نوتس بتاعت الاي اس تي، مجمعين لكم فيه الصور والحاجات الغريبه اللي ممكن تشوفوها في الاي اس تي للناس يعني الحريفه اللي عايزين يجيبوا ايه 800. سؤال بقى من 6 ل 9، ده السؤال اللي دوخ الجماهير. السؤال ده يمكن انا كنت متعاطف جدا مع الطلبه اللي مش عارفين يحلوه لما جالهم في يناير، لان في فكره في السؤال احنا عاده مش بنشرحها، هي فكره بسيطه لو انت لقطتها تعرف تحلها. انا كل زمايلكم خارجين من الامتحان يقولوا لي هو مين السنسوري ومين الموتور. انا دلوقتي يعني هو قاطع هنا ده سنسوري ولا موتور، وهنا قاطع ده سنسوري ولا موتور، لو قال لي ده سنسوري ولا موتور انا هعرف احل. هو في السؤال ما قالش. اقرا الكلام كله، ما قاليش ده سنسوري ولا موتور. عايزك تبقى عارف لوحدك. عشان كده تعالى يلا اشرح لك الدورسال سيكشن ده او السيكشن بتاع السباينال كورد ده بالتفصيل عشان تعرف كان منين المفروض نعرف مين السنسوري ومين الموتور. حضرت لكم هنا ده كروس سيكشن من السباينال كورد، يلا تعالوا نشوفه. كروس سيكشن يعني ايه؟ جبت السباينال كورد بتاع واحد اهو، قطعت قطعه كده ورسمتها عشان ابص عليها. تمام؟ السباينال كورد الناحيتين زي بعض، مش هنبص على الناحيتين خلاص، بص على ناحيه واحده. الكلمه المهمه معايا في السباينال كورد ان انا عندي فنترال روت ودورسال روت. الفنترال روت ده لقدام والدورسال روت ورا. تمام؟ هي قاعده وعلى فكره بتبقى محفوظه بس احنا يمكن مش على الليفل بتاعكم، بس لازم بقى النهارده تعرفها طالما جت لنا في الامتحان بالشكل ده قبل كده، لازم تعرفها وتذاكرها كويس. الفنترال روت بيكون قدام وده بيكون موتور روت. ده الموتور. قول لي انت كده الموتور ده افرنت ولا افرنت؟ ايه رايك؟ فاكر لما قلت لك كلمه سيم؟ يبقى الموتور هيكون افرنت، فده هسميه الافرنت. طبعا مش محتاج اشرح لك يعني ايه موتور،
الموتور ده اللي بياخد النيرفس مسج من السباينال كورد ويروح للمصل تقول للمصل تكونتراكت، والسنسوري اللي بينقل الاحساس من جلدك او من اي حته يوديه للسباينال كورد. بص بقى معايا الحته اللي جايه دي اهم حته. ايه الفرق في الرسمه ما بين الفنترال والدورسال؟ اول حاجه هو الفنترال بيترسم تحت والدورسال بيترسم فوق، كاناتوميكال بوزيشن لازم تترسم كده. الفرق الثاني في الجانجليا دي. الجانجليا دي يا شباب موجوده في الدورسال مش موجوده في الفنترال، موجوده في السنسوري مش موجوده في الموتور. فانا لما بصيت لقيت ان هنا في جانجليا كده، الجانجليا دي بتبقى كتله كده عصبيه، مجموعه من الايه؟ من السيل باديز بتاعت النيورونز. بصيت لقيتها هنا، عرفت على طول لوحدي من غير ما هو يقول لي ان ده السنسوري، فالتاني ده بقى الموتور. تمام؟ يبقى تاني صعوبة السؤال ده واللي عطل كتير من زمايلكم في حله انه يفهم السباينال كورد. السباينال كورد ده مجموعه من الاعصاب، جزء من السنترال نيرفس سيستم. تمام؟ انا عندي السنترال نيرفس سيستم حاجتين، البرين المخ والحبل الشوكي. الحبل الشوكي اللي هو السباينال كورد. السباينال كورد لما قطعته بصيت فيه لقيت فيه حاجتين. لقيت فيه هنا الجراي ماتر، يبقى لونها جراي، ودي اسمها وايت ماتر. تمام؟ الوايت ماتر دي عباره عن ايه؟ مايلينيتد نيرف فايبرز، المايلين بيكون لونه ابيض. وهنا الجراي ماتر ده السيل بادز، مجموعه من السيل بادز بتاعه النيرف نفسه. يهمني بيطلع من كل ليفر في السباينال كورد نيرفين، واحد اسمه فنترال روت وواحد اسمه دورسال روت، بيتجمعوا مع بعض ويمشوا في نيرف واحد. على فكره بيمشوا مع بعض هنا، بس هو من عند السباينال كورد ده الفنترال وده الدورسال. طيب الفنترال قدام كلمتين في الفنترال، بيكون موتور يعني بيشيل الرساله من السباينال كورد ويروح للمصل. تمام؟ ده الفنترال روت. والدورسال روت بيكون سنسوري. الكلمه اللي او الرسمه اللي هتفهمني الفرق بينهم في الامتحان هي الجانجليا دي، الكتله اللي هنا دي موجوده في الدورسال مش موجوده في الفنترال. سهل يا شباب؟ يبقى انا كده شرحت لك الكروس سكشن بتاع السباينال كورد. كاتب لكم هنا شويه كلام، تعالوا نشوفه ازاي هفرق الدورسال روت من الفنترال روت. الدورسال روت ده هيكون سنسوري يعني افرنج، قلنا اس اي ام اي. الفنترال اللي تحت بيبقى موتور. الدورسال روت بياخد الايه؟ بياخد السنسيشن توورد السباينال كورد، لكن ده بياخد الاوردر او ايه من السباينال كورد. الدورسال روت هيكون فيه الجانجليا، عشان كده هقدر اعرفه في الرسمه لكن مش موجوده هناك. السيل بادي بتاعها موجوده فين؟ دي عباره عن نيرفات كبيره. انت عارف ان النيرف عباره عن سيل بادي طالع منه اكزونز طويله. الاكزونز مكانها فين؟ بتاعت السنسوري بيكون دي هنا السيل باديز نفسها، والاكزونز طالعه كده وكده، لكن الفنترال بيكون هنا كده والنيرفز طالعه هنا كده. مش مهم قوي المعلومه دي بالنسبه لك. تمام؟ طيب الجراي ماتر والوايت ماتر ممكن تقراوها انتوا. السؤال ده جالنا برضو قبل كده في الاي اس تي. انا عايز بس قبل ما اخش على السؤال ده عايز اروح دقيقه اشرح لك فكره ثانيه عندنا المفروض تكون حضرتك مذاكرها وعارفها، بتاعت الريفلكس اورك، وارجع احل معاك الاسئله عشان يبقى انت كده الصوره كامله عندك وتبقى فاهم كل حاجه. فاستعالى معايا دقيقه نشرح الريفلكس اورك ونرجع تاني هنا. تعالى يلا يا بطل نشرح مع بعض الريفلكس اورك. يعني ايه ريفلكس اورك؟ بص كده، هنفترض ان دي حاجه سخنه بتلسع. لو انت لمستها بتشيل ايدك ولا بتلاقي ايدك اتشالت لوحدها؟ ايدك بتتشال لوحدها. الريفلكس اورك بيسموه رد الفعل المنعكس. ده حاجه انبورن اتولدنا بيها، اوتونوميك انفولانتري، ما بتتحكمش انت فيها، تحصل لوحدها، هدفها الاساسي حمايه جسمك. طب الاعصاب، الاشاره العصبيه بتمشي من فين لفين، او الارك ده ماشي ازاي؟ عامل زي القوس. بص معايا على الرسمه دي هتفهمنا حاجات كتير. يلا بينا بسم الله. واحنا النهارده هنبص على الرسمه بقى بتركيز اكبر بكتير من اللي كنا بنبص بيها قبل كده، طالما الرسمه جت في الامتحان. على فكره هي دي الرسمه اللي جت في الامتحان اللي انا جايبها لك هناك، بس انا هناك بشرحها لك بتفصيل اكتر عشان اركز لك ازاي تعرف الايه السنسوري من الموتور او الفنترال من الدورسال روت. هنا في حاجه بتشوك او حاجه مؤلمه. صابع ايدي كان في من اطرافه هنا في ريسبتور مستقبل. تمام؟ لما انا لمست الحاجه دي في سنسيشن، في احساس مشي في السنسوري نيرف، من السنسوري ريسبتور مشي في السنسوري نيرف اللي هو دورسال ولا فنترال؟ لا دورسال. تمام؟ لغايه ما وصل للسباينال كورد. وصل للسباينال كورد من خلال الدورسال روت. جوه السباينال كورد مسك في انتر نيورون لو هو
كومبلكس او مسك في النيرف اللي بعده على طول لغايه ما خرج هنا عند الفنترال روت. الفنترال روت اهو سنسوري ولا موتور؟ الفنترال روت ده الموتور نيورون، ده اللي هيدي اوردر للمصل اللي هي تكونتراكت عشان تبقى ايدي. تمام؟ فالسنسيشن وصل للسنترال نيرفس سيستم اللي هو السباينال كورد هنا، وادى اشاره للسباينال كورد، يعني السباينال كورد ادى اشاره للمصل من خلال الموتور نيورون، قال يلا يا مصل كونتراكت عشان تبعدي عن الخطر ده. فايه هي الكومبوننت بتاعتي؟ عندي ستيمولوس، بعد كده ريسبتور، بعد كده سنسوري نيرف اللي هو اسمه افرنت، بعد كده السنتر نفسه في السباينال كورد، بعد كده الموتور نيرف اللي هو الافرنت او فنترال روت ودورسال روت. راح على الافكتور اورجن اللي هي المصل، قال يا مصل يلا اعملي كونتراكشن عشان نبعد عن الخطر ده. اسئلتنا بتيجي هنا ازاي؟ لو انا قطعت السنسوري نيرف هنا ايه اللي هيحصل؟ انا اصلا مش هحس بالخطر، فبالتالي مفيش اي حاجه هتحصل. طب لو السنسوري سليم بس الموتور هو اللي مقطوع، يبقى انا هحس بس هعرف ادي ماسل كونتراكشن؟ لا مش هعرف. تعالى يلا مع بعض نشوف الاسئله اللي جت في الجزء ده، يا رب نعرف من ايه نبسطها لكم اكتر واكتر كمان. ده سؤال جه قبل كده مش سؤال يناير، بيقول لك الدورسال روت من السباينال كورد، انا على طول عرفت ان الدورسال روت ده يعني سنسوري ولا موتور؟ ده اللي هو السنسوري. reaching the leg of a frog is destroyed. تمام؟ يبقى انا دمرت السنسوري نيرف، بعدين حطيت ثيرمال ستيميوليشن على الفروج ليج، يبقى انا دمرت السنسوري نيرف اللي جاي من الرجلين الضفدع ده وعرضته للحراره. يا ترى هل الضفدع هيحس بالحراره اصلا؟ الاجابه لا، مش هيحس بالحراره. فبالتالي هيعمل ماسل كونتراكشن؟ لا مش هيعمل ماسل كونتراكشن. هيعمل ماسل كونتراكشن ليه؟ هو ما حسش باي حاجه. فهقول ان الفروج هنا will not feel the stimulation and it will not react to it. سهل يا ابطال؟ ده بقى السؤال بتاعنا بتاع النهارده، تعالوا نحله يلا من ايه؟ من الامتحان بتاعنا. دي لسه شويه عليها. يلا بسم الله. انا عندي تو سيكشنز في السباينال كورد، اكس وواي. تمام؟ خلينا نبص على اكس الاول. اكس انا عندي فيه مشكله هنا، عندي هنا في ايه؟ كات هنا. طيب الكات اللي في اكس ده في السنسوري نيرف ولا في الموتور نيرف؟ لا انا خلاص شايف ان ده الدورسال ودي الجانجليا، فده السنسوري مقطوع. يعني ده الدايركشن بتاعه ازاي؟ ده بيكون ماشي كده والفنترال ماشي كده، ما تنساش دي. ده سنسوري يعني ماشي كده، وده فنترال يعني ماشي كده. تعال نبص فوق. هنا هعمل مره ستيميوليشن لاكس ومره ستيميوليشن لاس 1 ومره ستيميوليشن لاس 2. لما انا اعمل ستيميوليشن من بره انا احفز النيرف عند الاس 1، يا ترى الاشاره هتوصل في حته؟ اس 1 المفروض تمشي كده، هتقع مش توصل في اي حاجه. ليه؟ لان النيرف مقطوع من هنا. فانا في السكشن ده في المكان ده لو عملت ستيميوليشن للاس 1 ولا هحس بحاجه ولا هيحصل ريفلكس اكشن ولا هيبقى فيه موتور ريسبونس او ماسل كونتراكشن. ليه؟ لان السنسوري نيرف اللي انا عملت له ستيميوليشن ما وصلش اصلا، هو مقطوع. يبقى تمام؟ يبقى السؤال اللي هيسالني في السكشن اكس عند الاس 1 هقول له ولا في بين سنسيشن ولا في ماسل كونتراكشن. فالسؤال ده اللي هو اهو السكشن اكس مع ستيميوليشن في اس 1 انا هختار له نو بين نو ماسل كونتراكشن. طب اس 2 دي بعد القطعه انا عملت ستيميوليشن هنا، فالسنسيشن هيوصل، النيرف هيوصل سنسيشن للسباينال كورد، فبالتالي الموتور نيرف هيشتغل، فكده هيشتغل طبيعي خالص. هيحصل بين سنسيشن وهيحصل ماسل كونتراكشن. فاس 2 سكشن اكس مع اس 2 هقول بين سنسيشن مع ماسل كونتراكشن، اخترت دي. طب تعالوا نشوف الرسمه اللي تحت يلا. انا هنا قاطع في الموتور، تمام؟ وعامل استيميوليشن في الموتور. انا قطعت الواي هنا، لما اعمل استيميوليشن عند الاس 1 مش ده بعد القطع، هو هنا النيرف ماشي كده، فانا عملت استيميوليشن هنا، فانا يحصل ماسل كونتراكشن.
طب السنسيشن، لا هو السنسيشن فات خلاص. هو الطبيعي ان الريفلكس ارك بيجي سنسيشن بعدين ماسل كونتراكشن. لو انا عملت ستيميوليشن هنا مش هيحصل سنسيشن لكن هيحصل ماسل كونتراكشن. ليه هيحصل ماسل كونتراكشن؟ لان انا عملت ستيميوليشن للموتور نيرف اللي رايح للمصل، انا حفزته بنفسي. فالاس 1 سكشن واي مع اس 1 هقول له مفيش بين لكن حصل ماسل كونتراكشن. طب هنا الاس 2 برضه بعد السنسوري مفيش بين سنسيشن، هيحصل ماسل كونتراكشن ولا لا؟ لا. هيحصل ازاي؟ الطريق مقطوع اصلا، مش هيحصل ماسل كونتراكشن، فهيبقى برضه تاني نو بين سنسيشن ونو ماسل كونتراكشن. خد بالك دي تاني مره اختار نفس الاختيار او نفس الحرف مرتين في نفس السؤال، وده عادي جدا يا شباب. السؤال فعلا صعب ويعني افكاره كتير، اتمنى اكون بسطته لك. ارجع تاني ذاكر بقى الكروس سكشن بتاع السباينال كورد وذاكر ريفلكس ارك كويس. الفكره دي جت كذا مره قبل كده في السؤال بس كانت بتيجي اسئله ابسط من كده. المره دي قرر ان هو بقى ايه يصعب السؤال كده، ففرصه ان احنا نذاكرهم كويس قوي وندعبس وراهم. يلا بينا. طيب من 10 ل 14 بيسالني في الايفوليوشن. هو اصلا قال لي ان هو بيسالني في الايفوليوشن. في اسئله مباشره وصريحه واسئله فيها ايه شويه افكار. تعالوا نشوف عايز اسال على ايه. اول كلمه قالها لي سبيشيز ايفولف، بيجيب لي اسماء الساينتست وقال لي شوف مين اللي اتكلم في الحاجات دي. اول كلمه سبيشيز ايفولف اوفر تايم باي ناتشورال سيلكشن. مين يا شباب اتكلم في الناتشورال سيلكشن؟ سؤال اسهل من السهوله. مين اللي اتكلم في الناتشورال سيلكشن؟ داروين طبعا. تمام. individuals with traits better suited to the environment are most likely to survive and reproduce. survive and reproduce دي كانت كي وورد، مش عارف فاكرينها ولا لا، برضه كلام داروين. تعال نفتكر كده. داروين theory of natural selection اللي هي يعني ايه natural selection؟ يعني survivor of the fittest. مين هو الفيتست من وجهة نظر داروين؟ هو الشخص او الكائن اللي يقدر يسرفايف اند ريبروديوس. ده معنى كلمة فيتنس بالنسبة لداروين. تمام؟ يبقى داروين كان بيقول ايه؟ بيقول ان كان في زرافة طويلة وزرافة قصيرة. لما الاكل اللي على الارض خلص الزرافة الطويلة قدرت تعيش وتتكاثر والزرافة القصيرة ماتت. هل في زرافة قصيرة طولت؟ اكيد لا. داروين قال لنا بالناتشورال سيلكشن اللي هو سرفايفر اوف ذا فيتست. مين هو الفيتست؟ كان سرفايف اند ريبروديوس. طب الراجل التاني العبيط اللي قبل داروين كان اسمه ايه؟ كان اسمه لامارك. لامارك قال لنا نظريه غريبه جدا inheritance of acquired trait. لامارك لما حب يفسر الزرافه قال لك اصل الزرافه طولت وبعدين خلفت زرافه طويله. واعترضنا هنا اعتراض قوي جدا وقلنا له هو لو انا اتعلمت السباحه ابني هيتولد بيعرف يسبح؟ وكان الرد اكيد لا. قلنا ان احنا النهارده في عصر الجينيتكس عندنا قاعده ان الاكوايرد تريتس ار نوت انهيرتد، لكن لامارك كان بيقول بعكس الكلام ده، ما كانش لسه يعرف الحاجات اللي احنا نعرفها النهارده. لامارك كان بيقول انهيرتنس اوف اكوايرد تريت. فدول اول 3 اسئله معانا وهي اسئله سهله المفروض ان حضرتك تكون عارفهم اصلا. هنا قال لي ناتشورال سيلكشن فاخترت داروين طبعا. وخد بالك ان السؤال اللي بعده على طول قال لي سرفايف اند ريبروديوس عشان اختار داروين برضه طبعا. طيب اللي تشينجز ذات اوكير للاورجانيزم during لايف تايم ار باسد للاوف سبرينج. التغيرات الاكوايرد اللي بتحصل لي هتتنقل لاولادي. الكلام ده كلام مين؟ كلام الراجل العبيط اللي اسمه لامارك. فده برضه سؤال سهل. 13 و14 2 علماء جداد مش عندنا في المنهج، بس تعالوا يلا بينا مع بعض نعرف قصتهم ايه علشان لو سألني عليهم مرة تانية حتى لو غير السؤال ده تعالوا يلا نشرحهم ونرجع تاني. دول بقى الصفحة اللي انا حضرتها لكم دي. طيب نظريتين، مش عارف ليه حاسس ان مالثus ده انا ايه عايز اشرح نظريته الاول. مالثus ده كان بيتكلم عن حاجة اسمها البوبيوليشن بريشر. كان عنده فكرة بسيطة، اتكلم في فكرة بسيطة. قال لك ليه بيحصل ناتشورال سيلكشن او ما قبل الناتشورال سيلكشن. ثانية واحدة معلش يا شباب، الاثنين دول سواء جيمس هاتون او مالثus الاثنين دول كانوا قبل داروين. دول اللي قالوا نظريات ساعدت داروين في التفكير عشان يوصل للنظريه بتاعته. مالثus قال لنا ايه؟ قال لك ان نمو السكان بيكون سريع اكسبرينشال جروث، لكن نمو الموارد في الارض قليل. فده معناه ايه؟ معناه ان السكان بعد فتره بقوا اكتر من الموارد. ده معناه ان الموارد بقت اقل من السكان، فالسكان هيبدا يبقى عندهم عجز فيحصل بينهم كومبيتيشن.
تمام. ودي يمكن الفكره اللي اوحت لداروين بسرفايفل اوف ذا فيتست. انت لو جيت ترتب نظريه داروين كده قلت لك اول حاجه في فاريشن، تاني كلمه قلناها في داروين قلنا ان كان في ليميتد ريسورسز فحصل كومبيتيشن. لا، كأن داروين استوحى الفكره دي من توماس مالثus. فمالثus هيقول لي ان البوبيوليشن هتنكريز فيري كويكلي بالاكسبوننشال جروث زي ما شفنا، لكن الريسورسز هيبقوا ليميتد وانكريز سلولي. فهيحصل عندي هنا كومبيتيشن اند ستراجل فور سرفايفل، يبقى يحصل صراع، وبعد الصراع ده مين اللي يكسب؟ داروين قال لنا بقى في داروين سرفايفل اوف ذا فيتست. تمام؟ ده مين؟ يبقى تاني يا شباب، مين اللي اتكلم ان البوبيوليشن جرو فاستر ذان ريسورسز ليدنج تو كومبيتيشن؟ الراجل اللي اسمه مالثus في نظريه اسمها بوبيوليشن بريشر، ضغط السكان على الايكو سيستم، على الارض اللي هم فيها. طيب قبل مالثus كمان كان في جيمس هاتون وشارلز لايل، دول قالوا ايه؟ قالوا ان الارض كانت موجوده من زمان قوي قبل الكائنات الحيه، وان الارض عشان تتشكل بشكلها اللي موجود النهارده ده كانت اخذت ملايين السنين. يبقى تاني هم اوحوا بفكره ان ان الارض النهارده شكلها الحالي ده اخذ ملايين السنين عشان تتكون بالشكل الحالي ده. ايه الفكره برضو، او عايزين نقول ايه؟ عايز اقول لك ان طالما الارض اخذت ملايين السنين يبقى الموضوع كان جراديوال. خد بالك ده اوحى لداروين فكره الجراديوليزم. ما هو داروين عشان تحصل نظريه داروين كان محتاجه وقت طويل، فلما انا اقول له ان الارض قعدت وقت طويل انا كده ساعدته على الايه؟ على الفكره بتاعته. هم اتكلموا ازاي؟ اتكلموا ان في الاول خالص كان بيحصل ايروجن، في طبقات بتتنحت بسبب بقى عوامل الايه؟ بيسموها عوامل التعريه، الهواء الشديد، الرياح او البحر الشديد، الامواج الشديده تكسر شويه حاجات. بعدين تيجي في مكان تاني الحاجات اللي اتكسرت دي تترص، بتعمل سيدمنتيشن، تعمل لايرز فوق بعضها. وممكن كمان ان البركان يعمل لي ارض جديده في مره واحده بسبب الايه؟ الفولكانيك واللافا اللي خارجه منه. تمام؟ فهنا كاني عايز اقول لك ان فكره الديب تايم دي ان قعدنا ملايين السنين، ده ادى داروين فتره طويله، ان قال داروين ان الارض قعدت فتره طويله، فداروين قدر يتخيل فكره الجراديوليزم بتاعته. الكونكشن بتاعنا ده قال لي ان انا عندي وقت طويل، ده قال لي ان في كومبيتيشن، فداروين استنتج بيها الناتشرال سيلكشن. فدول اتنين من العلماء كان لهم دور في ايه؟ في تفكير داروين. لو حابين تصوروها وتعالوا نرجع للسؤال بتاعنا. انا اسف ان انا يمكن طولت في الحته ديت، بس عشان يمكن الجزء الاول في الامتحان ده هو الجزء الاصعب، وفي افكار كتير خارجه شويه عن السياق بتاعنا والمنهج بتاعنا، لكن بقيه الامتحان هنحله اسرع ان شاء الله. الإيرث is very old and shaped by slow continuous change. الإيرث is very old، يا ترى ده كلام مين؟ خلاص احنا عرفنا، جيمس هاتون and تشارلز لايل. البوبيوليشن جرو faster than resources leading للكومبيتيشن، ده كلام مين؟ توماس مالثus. سهل يا شباب؟ اتمنى تكون بقت سهله. هنا قلنا دي وهنا قلنا. اخر سؤال معانا في البارت ده سؤال الكلادوجرام، وده يا شباب سؤال انا بحبه جدا، سؤال هديه والله. مش عارف انتوا عارفين يعني ايه كلادوجرام ولا لا، فتعالوا بقى في ثانيه يعني ايه في منت الا منت كده اقول لكم مين هو الكلادوجرام. بصوا يا شباب، الكلادوجرام ده بيشاور لي على الايفوليوشن تريب. انا كان عندي هنا كائن بدائي خالص، تمام، ما كانش عنده اي حاجه، اللي هو مثلا زي اللانسلت ده. في النقطه دي انا اضفت الفرتبرال كولم، فكل الكائنات اللي هتيجي بعد النقطه دي كده كل دول عندهم فيرتبرال كولم بسميهم فيرتبريت. طيب في النقطه دي اضفت الجو، فكده هقدر اقول لك هل اللامبري عنده جو؟ لا. هل التونه والسلمندر والترتر والليوبرد عندهم جو؟ يبقى النقطه دي انا اضفت الجو، كل اللي بعدها عندهم الجو. مين اللي عنده هير هنا؟ الليوبرد بس، وهكذا. هذا السؤال على سهولته ده بقى اكتر سؤال بيجي في التاكسونومي الكلادوجرام، وانا في رايي والله العظيم سؤال هديه. تعالوا نشوف هنحله في اقل من دقيقه ازاي. يلا بسم الله. شوف يا صاحبي، مين في دول فيرتبريت؟ الفيرتبريت من اول هنا صح؟ فكل دول كده فيرتبريت. خد بالك انا مش مذاكر حاجه، ولا حافظ الكورديت، ولا حافظ فيش امفيبيان ريبتايل بيردز ماملز، ولا حافظ اي حاجه. انا لمحت هنا كلمه فيرتبريت، فكل اللي بعدها فيرتبريت، فهختار مين في الفيرتبريت؟ فيش امفيبيان ريبتايل بيرد رودنت برايميت. ماشي خلاص، يبقى ده بي. طب مين عنده فور لمب؟ اهو، يبقى هاخد من اول الامفيبيان، هاخدهم كلهم بس مش هاخد الفيش.
امفيبيان ريبتايل بيرد رودنت برايميت، والله ما في اسهل من كده. الامنيوتيك ايج اهي، هاخد كده ريبتايل بيردز رودنت برايميت، امنيوتيك ايج. الهير والفير اخر اتنين الرودنت والبرايميت، البرايميت والرودنت اللي هتبقى ايه. والله العظيم سؤال هديه، اسئله الكلادوجرام بتاعت التاكسونومي اسئله هديه، ارجوك 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 يعني اعرف تتحل ازاي، لان ده سؤال هديه مش محتاج منك اي مذاكره من غير ارجوك يا عم حاجه. تعال ناخد فاصل صغير هنا بريك، وارجع تاني بقى نشوف بارت 2 من الامتحان. يلا يا بطل تعال نشوف مع بعض، يلا بارت 2 الاسئله بقى العاديه، اسئله اللي تشوز. معانا هنا الامتحان ده فيه 42 سؤال، يلا بسم الله. اول حاجه سؤال 19 بيقول لي، هنا سؤال 19 بيقول لي correct sequence of biological organization levels arranged from the largest to the smallest. خد بالك من المطب ده، تبدا من عند اللارجست. طيب انا هروح بسرعه على الايكولوجي افكرك بالايه؟ بشويه الديفينيشنز دي. قلنا الصفحه دي اول صفحه في الايكولوجي وكانت صفحه مهمه قوي. ليه اتكلمنا في الايكولوجي واحنا بندرس احياء؟ ليه اتكلمنا في علم البيئه؟ لان الكائن الحي ما ينفصلش عن الانفايرمنت بتاعته، عشان كده الايكولوجي كان شابتر مهم. اهم الديفينيشنز عندي قلت لك يعني ايه كلمه population. قلنا البوبيوليشن مجموعه من الانديفيدوالز من نفس الفصيله عايشين في نفس المكان. طب لو مجموعه كائنات من فصائل مختلفه عايشين في نفس المكان، كده ليفل اكبر شويه اسمه كوميونتي، يبقى دول different species living in an area. طب لو خدت كل الحاجات اللي في كل الكومبوننت بتاعت الاريا دي سواء كانت living او نون living، هطلع لديفينيشن اكبر اسمه ايكو سيستم. ولو بصيت للكره الارضيه كلها ان هي ايكو سيستم واحد كبير، هيبقى ده اكبر ليفل عندي البايوسفير. فالبايوسفير هو اكبر ليفل خالص. انا عندي البوبيوليشن كلهم نفس الفصيله، الكوميونتي كلهم ليفنج بس فصائل مختلفه، الايكو سيستم لا ليفنج ونون ليفنج، والجلوبال ايكو سيستم اسمه البايوسفير. ودي حته مهمه جدا بيجي عليها اسئله كتير. تعال نشوف السؤال ده هختار فيه ايه من اللارجست للسمولست. انا هبدا من عند البايوسفير اكيد، هبدا هنا او هنا او هنا. البايوسفير بيتكون من ايه؟ الحاجه اللي بعد البايوسفير على طول هفكر في الايكو سيستم، مش هختار بعد البايوسفير اورجانيزم، لا ده كده غلط ما تنفعش. تمام؟ ودي اصلا ودي احنا قلنا عليهم غلط من الاول، فدي كمان غلط. طيب يبقى عندي ايكو سيستم، بعد الايكو سيستم كوميونتي ولا بوبيوليشن؟ مين اكبر؟ الكوميونتي اكبر، بعدين البوبيوليشن والاورجانيزم اخر حاجه. فاخترت هنا ايه، وده سؤال من الاسئله السهله جدا. الايكولوجي يا شباب من الشابترز السهله جدا اللي اسئلتها كتير جدا في الامتحان، فدايما كنا بنقول لما حد يجي لي في الاخر متاخر لسه ما بداتش اقول له ذاكر الايكولوجي كويس، درس سهل اسئلته كتير. تمام؟ فده احسن كوست بنفيت ممكن تاخده. 20 يلا سؤال بيسالني في شابتر الكلاسيكال جيناتكس. احنا عندنا 2 فيديوز شارحين فيهم الكلاسيكال جيناتكس بالتفصيل الممل وحالين فيهم مع بعض، حتى اي ثينك الكلاسيكال جيناتكس بالذات اللي انا في الفيديو بتاعه قعدت احل معاكم الهوم ورك بتاعه. ليه؟ عشان ده درس حل. قلنا في سؤال الجيناتكس اول حاجه محتاج اعرفها عشان اعرف احل السؤال، محتاج احدد المود اوف انهيرتنس. انا عندي هنا المرض ده اوتوزومال ريسيسيف، هو قال لي ده مرض اوتوزومال ريسيسيف. شكرا، حلو. هيلثي كابل يعني الاثنين ما عندهمش المرض. تمام؟ الاب والام الاثنين ما عندهمش المرض. ده معناه ايه؟ مش هو ما عندوش المرض الريسيسيف، يبقى هم عنده الدوميننت، عنده الجين الدوميننت. فاحط للاب تي كابيتال واسكت شويه، واحط للام تي كابيتال واسكت شويه. قال لي one parent is carrier of autosomal recessive، يعني واحد من البيرنت كارير، يبقى ده كارير عنده الجين بس هو مش، بس هو هيلثي يبقى هايبريد. while the other has a homozygous normal هيبقى كده. تمام؟ التاني عنده homozygous normal genotype. what is the probability that their child will inherit this disorder؟ لو انت شاطر ولماح هتحل على طول. ده هايبريد مع بيور دوميننت، homozygous نورمال، النورمال هو الدوميننت، ده بيور دوميننت. لو انت شاطر ما تفكرش، مش عندي تي كابيتال مستحيل يجي عندي ابن فيه ريسيسيف، ابن ريسيسيف. احنا قلنا ان الاب البيور دوميننت كل اولاده بيطلعوا دوميننت، فانا وانا مغمض هختار 0%. ولو حبيت تحلها هقول ان الاب ده عنده احتمال 1 في الجميتس هدي منه تي كابيتال، وده عنده احتمالين هقوم مسطر كده 2 في 1. ده عنده احتمالين، ده عنده احتمال معلش، ده عنده احتمالين، يبقى 2 في 1 اهو بجد 2 في 1. هنا احط التي كابيتال تي سمول اللي هم دول، يطلع عندي تي كابيتال
او تي كابيتال تي سمول، والاثنين ما هماش ريسيسيف والاثنين ما هماش مرضى. سهل يا ابطال، ده من اسهل اسئله الجينيتكس اللي ممكن تشوفها، بس خد بالك هو تريكي برضو مش متكرر. يلا نشوف الداون سندروم. تعالى افكرك على الداون سندروم. ده صديقي الداون، ولد عسول ده مرض اللي اسمه الداون سندروم. الناس الجميله دي، الولد ده مشكلته في ايه؟ او الداون سندروم مشكلته في ايه؟ ان عنده اكسترا كروموزوم 21. بصوا على الرسمه دي اسمها كيريو تايبنج. خدت الولد ده، خدت كل الكروموزومز بتاعته ورسمتها من الكبير للصغير. لقيت الكروموزوم 21 الطبيعي يكون فيه منه نسختين، ده عنده 3. هو الزياده دي تبقى خير وبركه؟ اقول لك لا، احسن حاجه اللي ربنا خلقه، ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم. زياده او نقص الاثنين وحشين، فده كده هيبقى ايه؟ الداون سندروم. يبقى الداون سندروم مشكلته ايه؟ اكسترا كروموزوم 21. نرجع نحل السؤال بسرعه يلا. الداون سندروم مشكلته ايه؟ the presence of extra copy of chromosome 21. طيب هنا بيقول لي both the nervous system and endocrine system transmit signal to organs and cells in the body. ايه الديفرنس بين الاثنين؟ شباب الله يكرمك افتكر معايا كده في الاندوكراين، وانا بشرح لك الاندوكراين قلت لك كلمه مهمه ابدا ما ينفعش تنساها ابدا 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 ابدا. قلت لك اندوكراين يعني هرمون، وهرمون يعني لازم يمشي في الدم. ما مشاش في الدم ما يبقاش اندوكراين، ما يبقاش هرمون. قلت لك ان الاندوكراين لازم في كلمه بلاد. يبقى الاندوكراين هيصنع لي هرمونز في الداكتليس جلاندز اللي هي الاندوكراين جلاند ويمشي في البلاد، ودي ماده كيميكال. على عكس النيرفس سيستم بيمشيني في النيرف نفسه، تبقى الكتريستي. مين اسرع يا شباب؟ الالكتريستي الكهرباء بتاعت النيرفس سيستم ولا الهرمونز الاندوكراين؟ لا طبعا النيرفس سيستم اسرع بكتير. تعالوا نشوف الاختيارات ونشوف انا ايه ليه قلت لكم الكلمتين دول. لما يقول لي النيرفس سيستم يوز هرمونز ما تبصش عليه اصلا، ما تعبرش فيه. النيرفس سيستم ترانسميت سيجنالز فيا بلاد ما تعبرش فيه برضه. تمام؟ طيب النيرفس سيستم از فاستر ذان اندوكراين سيستم، اعبر فيه صح. الاندوكراين سيستم افكت اونلي تارجت اورجن اور سيل، لا. الاندوكراين سيستم قلنا ان هو بيلف في الدم عشان هو بيشتغل على كل البادي سيلز. الهرمونز بتكون مهمه لكل مكان في جسمي. تمام؟ الاندوكراين سيستم بيطلع سيجنالز بايند للممبرين ريسبتور، لا النيرفس سيستم هو اللي بيعمل ده. فالسؤال ده اجابته سي. 23 سؤال من شابتر الايكولوجي بيقول لي الايكو سيستم اكس والايكو سيستم واي، الاثنين عندهم 100 اندفيدوال. عندي ايكو سيستم اكس وواي، ده 100 اندفيدوال وده 100 اندفيدوال، ده 100 عصفور وده 100 عصفور. اللي في اكس 4 انواع بس، اللي في واي 5 انواع. بعدين سالني انهي ايكو سيستم عنده بايودايفرستي اعلى، تنوع اكتر. اكيد اللي عنده 5 عصافير، 5 فصائل من العصافير، ده عنده تنوع اكتر في الفصائل، عنده بايودايفرستي اعلى. فاقول الايكو سيستم واي عشان عنده مور سبيشيز. اي ثينك ان هي سهله برضه. نون ديسجنكشن ده ايرور بيحصل في الميوزس، بيليد لايه؟ تعالوا نشوف النون ديسجنكشن بسرعه. تعالى هنا كده عند الداون. اي شباب لخبطه في عدد الكروموزومز دايما بنقول فيها نون ديسجنكشن. يعني ايه نون ديسجنكشن؟ عدم انفصال او عدم انقسام. الكروموزومز دي كانت طبيعي تتقسم 3 كروماتيدز يمين و3 شمال. اللي حصل ان دول ما اتقسموش فراحوا مع بعض هنا، فكانت النتيجه ان الخليه دي هيطلع عندها كروموزوم زياده والخليه دي هيطلع عندها كروموزوم ناقص. اي لخبطه في عدد الكروموزومز غالبا هيكون سببهم نون ديسجنكشن. بصوا معايا على السؤال. النون ديسجنكشن هيليدز لايه؟ unequal chromosome distribution during cell division. مش هيتوزعوا بشكل عادل اثناء السيل ديفيجن. 25 و26 سؤالين من شابتر السيل ديفيجن، شابتر تقيل ومحتاج حد شاطر زي حضرتك كده علشان يحله. How many cell divisions were required to produce 64 سيل؟ السؤال ده جه كتير بارقام كتير. لو انا عايز اطلع عندي 32 خليه اعمل كام سيل ديفيجن؟ بقول لك ايه؟ قلت لك عندي طريقتين بنحل بيهم السؤال ده. الطريقه اللي انا بحل بيها على صوابعي ودي احسن طريقه. تعال نحل 64 خليه. انا كان عندي خليه واحده عايزها تبقى 64 خليه، هعمل لها سيل ديفيجن. ادي اول ديفيجن، ادي اول ديفيجن بقت خليتين. طيب تاني ديفيجن، الاثنين هيبقوا كام؟ 2 في 2 ب4. تالت ديفيجن الاربعه هيبقوا 8 مش كفايه. رابع ديفيجن 8 هيبقوا 16 ما وصلتش. ال 16 بقوا 32
ما وصلتش. ال 32 في 2 ب 64. وصلت. يبقى انا هقعد اعد على صوابعي كده، مش عايز اطلع 64 خليه، ممكن اعد على صوابعي. ادي 1 2 3 ديفيجن 4 ديفيجن 5 6. فانا لما عملت 6 ديفيجن طلع عندي 64 خليه، فاخترت ان انا عملت 6 ديفيجن. ولما عملت 5 ديفيجن طلع عندي 32، ده السؤال الاشهر. والسبعه 128 وهكذا. طب ما فيش طريقه اسهل واسرع احسب بيها؟ في طريقه للناس الشاطرين. بقول لك ايه، مش انا كل مره هعمل ملتبلاي 2؟ انا هعمل ملتبلاي 2 6 مرات. طب ما تقول لي 2 باور 6 وتريحني. 2 باور 6 وانت داخل اي اس تي يعني معاك كالكوليتور، 2 باور 6 46 خلصنا. تمام؟ انا شخصيا بفضل الاسئله دي تحلها بطريقه انك تعد على صوابعك كده. تمام؟ مش هيجيب لك رقم اكتر من 64 او 128 بالكتير قوي. طيب قال لي ان الخليه دي سوماتيك سيل وعندها اصلا 30 كروموزوم. تمام؟ عملت سكسيسيف سيل ديفيجنز كتير ورا بعضها. هل هو قال لي نوع السيل ديفيجن ميوزز ولا ميتوزز؟ ما قالش، يبقى ميتوزز. لو ما حددليش او قال لي ما يشير للميوزز يبقى ميتوزز. تمام؟ غير كده هو قال لي هيعمل سيل ديفيجنز كتير ورا بعضها. الميوزز ما بيطلعش كتير ورا بعضه، لان الميوزز هيطلع لي سبيرم، هيقف مش هيعمل ديفيجن. فطالما قال لي ديفيجنز كتير فده ياكد لي اكتر ان هو ميتوزز. وهسالك سؤال، هل في الميتوزز النمبر اوف كروموزوم بتختلف؟ انا في الحته دي بتكرهوها، فتعالوا مع بعض نحاول ان احنا نبسطها بسرعه قوي. شباب دي لقطه كده في الدي ان اي ريبليكيشن، كان عندي هنا 2 كروموزومز كل كروموزوم فيه عصايه. لما عملت ريبليكيشن لل2 كروموزومز بقى عندي كام كروموزوم؟ اسمع، كانوا 2 كروموزومز كل كروموزوم عصايه. بعد الريبليكيشن 2 كروموزومز برضو، لان الريبليكيشن ما غيرش عدد الكروموزومز. دول كانوا 2 كروموزومز كل كروموزوم فيه عصايه، بقوا 2 كروموزومز كل كروموزوم فيه عصايتين او فيه 2 كروماتيدز يعني. بعد كده في السيل ديفيجن في الميتوزس برجع اقسم ده كل عصايه لوحدها واقسم ده كل عصايه لوحدها. عشان كده انا حتى قلت لك هنا دي جزء بتاع الميتوزس. بدات 46 كروموزوم كل كروموزوم فيه عصايه. لما عملت ريبليكيشن بقوا 46 كروموزوم كل كروموزوم فيه عصايتين او 2 كروماتيدز. طيب بعد الميتوزس 46 كروموزوم كل كروموزوم فيه عصايه. القاعده اللي مش عايزك تنساها ابدا along الميتوزس، طالما السيل ديفيجن بتاعي ميتوزس يبقى النمبر اوف كروموزومز يتغير ولا ما يتغيرش؟ ما يتغيرش ابدا. زي ما بدات زي ما بخلص، ما فيش اي تغيير في النص. 46 46 46 وبالتبعيه 2n 2n 2n. سهله؟ يبقى ما تفكرش ابدا لما يجي لك السؤال في ميتوزز، ما تفكرش انا بدات بكام كروموزوم؟ ب 30 صح؟ هخلص ب 30 كروموزوم. سهل يا ابطال؟ اتمنى يكون سهل ان شاء الله. طيب what would most likely happen if a disease eliminated most of the primary consumer؟ لو البرايمري كونسيومرز eliminated اتشالوا. تعال نبص على رسمه كده بدل ما اقعد ارسم، تعال نبص على رسمه جاهزه. ده شابتر ايكولوجي نطلع فيه شويه من كده نوصل للايه الفود تشين. اهي بصوا يا شباب، ده البروديوسر وده البرايمري كونسيومر اللي هو قال لي عليه. البرايمري كونسيومر ده لسبب ما اختفى، ما عادش موجود. البرايمري كونسيومر كان بيتغذى على البلانت او بيتغذى على البروديوسر. يبقى لما ده يختفي البروديوسر هيلاقي حد ياكله؟ البروديوسر محدش هياكله، يبقى البروديوسر عدده هيزيد. طب السكندري كونسيومر كان بيتغذى على البرايمري. طب لما مفيش برايمري كده السكندري مش هيلاقي اكل، فالسكندري يقل. يبقى تاني لو انا شلت الليفل ده لسبب ما مرضوا وماتوا، حصل وباء وماتوا، هم بيتغذوا على البروديوسر، يبقى البروديوسر هيزيد. ليه؟ ما عادش حد بيتغذى عليه. طب والسكندري كونسيومر اللي بيتغذى على البرايمري ما عادش لاقي اكل فيقل، يبقى حصل ديستربنس في الايكو سيستم كله. ارجع معايا السؤال، انا شلت البرايمري كونسيومر يبقى البروديوسر هيزيد. تمام؟ التوب كونسيومرز اللي فوق كلهم هيقلوا، ما عادش لاقيين اكل.
هل السكندري كونسيومر ويل بيكام برايمري كونسيومر؟ لا، هم اصلا السكندري كونسيومر دول كارنيفور ما بيعرفوش ياكلوا البلانت، فمش هينفع. الفود تشين وارجوك ركز معايا فيها، ده تاني سؤال بعد الكلادوجرام، سؤال هديه. ليه؟ والله العظيم عبيط. شباب عندي قاعده بالله عليكم ما تنسوها. لما اقول لك ان في سهم طالع من الجراس للجراس هوبر، السهم ده ماشي كده. تمام؟ يبقى مين بياكل مين؟ السهم بيشاور على اللي بياكل. السهم ده معناها ان الجراس هوبر بتاكل الجراس. السهم ده بيشاور على الفلو اوف انرجي، الانرجي بتتنقل من الجراس للجراس هوبر. تمام؟ يبقى السهم دايما بيشاور على مين؟ بيشاور على البريديتور، بيشاور على اللي بياكل. اتفقنا؟ طيب يبقى انا بادئ من هنا، اشمعنى بدات من هنا؟ اهو حتى راسمني هو الشمس، ده الشمس وده الجراس بيعمل فوتوسينثيز، يبقى ده البروديوسر وده البرايمري كونسيومر وده السكندري وده التيرشري وده الكواترنري او فورس ليفل. كلهم لما بيموتوا بيروحوا للفنجاي. انا مذاكر حاجه، مش انا مذاكر ان الفنجاي والبكتيريا ار ديكومبوزرز، بيعملوا ريسايكلينج للنيوترينتس باك للسويل. فكل الكائنات لما بتموت بتتحلل، مين اللي بيعمل على تحللها؟ الفنجاي. مش بعتبره ليفل، بعتبره ديكومبوزر لوحده كده. لكن الليفلز بتاعتي كلها اهي. هو قال لي مين السكندري كونسيومر ومين الديكومبوزر؟ ده البروديوسر برايمري سكندري، يبقى السكندري هو الفروج والفنجاي. تمام؟ يبقى هو جاب لي الرسمه دي كلها عشان يسالني سؤال عبيط زي ده. تيجي اسئله ارخم من كده شويه برضو في الرسومات دي، بس هو الامتحان والله يا جماعه كان سهل. امتحان يناير واخد سمعه عشان السؤال اللي حلناه في الاول بتاع الكروس سكشن بتاع السباينال كورد اللي ما حدش كان عارف يمد قلم فيه، لكن بقيه الامتحان معظمه سهل. which abiotic factor which non-living factor have the most direct influence على distribution of specific fish في الليك؟ ايه الحاجات، ايه العوامل النون ليفنج اللي هتتحكم في توزيع السمك في البحيره؟ ان في الجي في الليك، ولا ان في مايكرو اورجانيزم في الليك، ولا طب الالجي دي ليفنج صح؟ المايكرو اورجانيزم ده ليفنج. هو بيسالني على حاجه نون ليفنج. البريديتورز ليفنج. التايب اوف فود بروفايدد تو فيش باي هيومن، الهيومن ده ليفنج، والفود ده غالبا هيبقى حاجه اورجانيك كانت ليفنج برضه. لكن الابيوتيك التمبريتشر والاكسجين ليفل. ليه؟ عشان دول نون ليفنج. خد بالك بس، انت لو عارف يعني ايه بايوتيك وابيوتيك حليت السؤال. بايوتيك من بيولوجي، مش بيولوجي احياء، فبايوتيك يعني حي ليفنج، وابيوتيك يعني نون ليفنج. سهل يا ابطال؟ طيب يلا يا شباب نشوف السؤال ده. ده سؤال على هاردي فاينبرج ايكويشن في الايفوليوشن. يلا بسم الله تعالى افكركم بالايكويشن دي. عاده الايكويشن دي لا يخلو منها اي امتحان. اخر في كام مره كده فلتنا وما نجاش فيها، بس الهاردي فاينبرج ايكويشن من الاسئله المهمه. وتعالى احكي لك الاول قصتها. لو تفتكر انا في داروين قلت لك ايه؟ قلت لك داروين قال لنا مفيش زرافه قصيره هتطول، ومفيش حد هيكتسب صفه جديده، لكن بيحصل تشينج ان ذا فريكوينسي اوف اليل. يعني عدد الزرافات القصيره بيقل ويموتوا، والزرافات الطويله بتزيد. الكائنات البيضاء عددها يقل وده عدده يزيد. يبقى اللعب كله في لخبطه في الفريكوينسي، تشينج في الفريكوينسي. هاردي فاينبرج قال لك طب ما نعمل ايكويشن تدرس الفريكوينسي. هو عمل ايكويشن ليه؟ عشان تكالكوليت الفريكوينسي اوف اليلز. قال لك ايه؟ قال لك تو ايكويشنز. الاولانيه بتاعت الاليلز، البي بلس كيو ايكوال 1، واحفظ معايا البي ده الدومينانت اليل يعني تي كابيتال، والكيو ده ريسيسيف اليل تي سمول. خد بالك الايكويشن دي بتتكلم على اليلز وليس انديفيدوالز. انديفيدوال يعني شخص عنده المرض او شخص عنده تو اليلز. اللي يتكلم عن الانديفيدوالز هي الايكويشن الثانيه، وهي في الحقيقه مشتقه من دي، بي باور 2 كيو باور 2، عملنا بين براكتس فهاخد 2 بي كيو في النص اهو ايكوال 1. فهي نفس الايكويشن تعتبر، عشان كده بنعتبرها ايكويشن واحده، بس ده الفورم الثاني منها. قال لك ان البي باور 2 بترمز لشخص بيور دوميننت يعني تي كابيتال تي كابيتال، والكيو باور 2 شخص تي سمول تي سمول. طب الاشخاص الهايبريد اللي هم تي كابيتال تي سمول هرمز لهم بال2 بي كيو. تمام؟ نفس الكلام في الصوره اللذيذه بحبها الصوره دي. طيب اللي تشالنج عندي في الايكويشن بتكون ايه؟ هو هيديني في السؤال رقم واحد من الخمسه. انا عندي بي وكيو وبي باور 2 2 بي كيو كيو باور 2، دول 5 فاليوز. لو انا معايا فاليو واحد بس منهم اقدر باستخدام التو ايكويشنز ان انا
اجيب الاربعه الباقيين. تعالوا نشوف السؤال بتاعنا عشان ما نضيعش وقت في اكزامبلز ثانيه، عشان احنا اصلا شكلنا ايه طولنا في الامتحان ده. طيب البوبيوليشن اوف بيز اللي يلو دومينانت على الجرين، شكرا. ذا probability اوف هوموزايجوس يلو، ثانيه واحده، يلو ده اللي هو الدومينانت وهوموزايجوس يعني بيور، يبقى البيور دومينانت بيز دول افراد ولا اليلز؟ هو قال لي البسله فدول افراد، وقال لي ان هم بيور فدول عندهم 2 اليلز، فانا كده عرفت التشالنج بتاعي الرقم اللي هو اداهوني 0.45 ده انا اعوض عنه بايه؟ الرقم ده يا شباب هو بيور دومينانت، يبقى ده بص كده انا عملت ايه؟ البي باور 2 ايكوال 0.45. انا في رايي الخطوه دي انك تعمل الخطوه دي صح، دي اهم خطوه في المساله، لان الباقي يجي بالكالكوليتور عادي. انا معايا الايه؟ البي باور 2 صح؟ تعالوا نشوف بالكالكوليتور كده، لا خلي دي معانا مفتوحه. طيب انا قلت لك هنا اهو ان البي باور 2 ايكوال 0.45. طيب انا عايز اجيب البي هتساوي ايه؟ روت 0.45 ايكوال، يبقى البي ايكوال 0.67. البي ده اللي هو مين؟ الدومينانت قليل. طب انا معايا البي، حد يعرف يجيب الكيو؟ انا مذاكر، مش احنا قلنا من شويه ان البي بلس كيو ايكوال 1؟ طب لو البي كده، طب ما الكيو هي 1 ماينس 0.67، تعرف تجيبها بدماغك ولا نحسبها؟ طلعت كام؟ 0.33. تمام؟ اعرف دلوقتي اجيب ال 2 بي كيو، هتبقى 2 ملتبلاي البي ملتبلاي الكيو. تعالى نشوف، يلا 2 ملتبلاي 0.33 ملتبلاي 0.67 طلعت كام؟ 0.44. دي هتساوي 0.44. الاحمر بقى مني خوته. يبقى ليه ما جبتوش الكيو باور 2؟ تعرف تجيب الكيو باور 2 هتساوي 0.33 واعملها باور 2 بالكالكوليتر. سهله؟ بقى سؤال ماس ومعاك الكالكوليتر في الامتحان. طيب تعال نشوف اسئلته. The allele frequency of the dominant. allele frequency ادور على الكويشن الاولى ولا الثانيه؟ لا ده allele ودومينانت، يبقى بي حرف البي بس. فين حرف البي في اللي انا جبته؟ اهو. يبقى البي ايكوال 0.67 موجوده؟ موجوده، اخترتها. The allele frequency of the recessive، الكيو فين الكيو؟ اهي 0.33 موجوده؟ موجوده، اخترتها. The probability of heterozygous الهايبريد كانت ايه؟ كانت 2 بي كيو اهي 0.44 حاسبينها اهي. سهله يا ابطال؟ فهمنا الايكويشن دي بتتحل ازاي؟ اصعب حاجه في الايكويشن اعرف الفاليو اللي هو مديهولك فوق ده تعوض عنه بايه. طيب هنا بيقول لي ان في دواء معين دوره ان هو ينهانس الاسيتايل كولين في المصل ريسبتور. ازاي الدواء ده بيشغل الاسيتايل كولين او بيفيد الاسيتايل كولين؟ تعالى بسرعه افكرك الاسيتايل كولين بيشتغل ازاي. كلمه اسيتايل كولين يعني نيورو ترانسميتر، دي رسمه السينابس يا شباب. الاكشن بوتنشال بيجي من هنا، يخش من هنا من فولتج جيت كالسيوم تشانل، كالسيوم يخش اهي دي الفيسيكل اللي جواها اسيتايل كولين، بتروح هنا تخرج بالاكزوسايتوزس والاسيتايل كولين بيخرج عشان يمسك في الريسبتور. وقلنا هنا بقى قصص كتير، قلنا عندي هنا حاجه اسمها اسيتايل كولين ستريز تيجي تكسر الاسيتايل كولين، فلو الاسيتايل كولين ستريز مش موجوده ده هيفضل ماسك في الريسبتور فتره طويله. وقلنا برضو لو انا جبت حد يقعد هنا على الريسبتور هيبقى انهبيتور او بلوكر ليه؟ الاسيتايل كولين مش هيعرف يشتغل. طيب لو انا عايز الاسيتايل كولين يشتغل احسن، ايه رايك اجيب له حد يخلي الاسيتايل كولين يمسك اسرع في الريسبتور؟ مش ده هيساعدني؟ بص كده معايا السؤال ده. انا عايز انهانس الافكت اوف اسيتايل كولين على المسل ريسبتور. انهي ميكانيزم اوف اكشن؟ انهانس الديجراديشن اوف اسيتايل كولين، اسرع في تكسير الاسيتايل كولين؟ اكيد لا. امبروف الري ابزوربشن بتاع الاسيتايل كولين في البري سينابتيك نيورون، ري ابزوربشن يعني ارجع امتصه تاني؟ برضه لا، هو اصلا ما بيحصلش ري ابزوربشن. سترينث ذا بايندينج اوف اسيتايل كولين البوست سينابتيك ممبرين، مش ده كان السينابس يا شباب؟ سينابس اللي هو الايه؟ الفراغ ده
الحته اللي بعد الفراغ اسمها ايه؟ ده اسمه بري ساينابتيك اللي قبل الساينابس، واللي بعده اسمه بوست ساينابتيك وده الساينابس. فانا هشجع ان الاستايل كولين يمسك في البوست ساينابتيك. decrease السكريشن اوف acetylcholine لا. enhance السكريشن اوف acetylcholine antagonist مضاد. انا عايز اشغل acetylcholine احسن، ازود المضاد بتاعه برضه لا. سهله. جزء الاستايكلين ده جزء مهم وبيجيب فيه اسئله كتير ايه بالعكس، بس احنا قلنا 3 افكار اللي بيجوا كتير. الله، اسئله الجينetics انا حاسس ان الجينetics من اسهل الحاجات في الامتحان ده، يا رب تكمل على كده. انا عندي راجل فصيله دمه اي او والام بي او. لو انت شاطر والله ما تحلها، اي او مع بي او دي كل الفصائل، بس انا هحلها برضه عشان في بطيخه بيتفرج علينا. ايه ده عنده احتمالين شكلين اهو، وده عنده شكلين، فهسطر مربع 2 في 2 اللي هو 4 خانات. ده اي او وده بي او. اكتب معايا، اكتب ورقه وقلم يا ست الكل. هنا عندي اي بي، عشان ما فرقناش. ده اي بي، ده بي او، ده اي او، وده او او. فيبقى عندي فصيله الدم A وبي واي بي واو كل الفصائل، واحنا اصلا حافظينها ان الاي مع البي طالما هايبر يدوا لي كل الفصائل. Which of the following is true about sexual reproduction؟ تعال نقرا. الاوفسبرينج resulting are genetically identical. sexual وايدنتيكال ما يمشوش مع بعض ابدا. السكشوال هدفه الاساسي الفاريشن. الترانسميشن من جنريشن للي بعده بيعتمد على الرضاعه، على النيوتريشن من الام اثناء الرضاعه او اثناء الحمل، يعني جيستيشن اللي هو الحمل برضه لا. الترانسميشن اوف هيريديتري تريتس is ensured during sexual reproduction. السكشوال ريبرودكشن بياكد لي ان انا هاخد صفات من بابا وماما، فدي معلومه صحيحه. والاوف سبرينج ممكن يطلع شبه جده. لو كانت صفه مثلا ريسيسيف ما ظهرتش في البيرنتس، حصل جنريشن سكيب وظهرت في الابن، فاختار 3 و4. بالسنس والله يجي السؤال ده. The excretory system is important in maintaining homeostasis because الاكسكريتري سيستم اللي هي الكدني، والكدني من المواضيع اللي بيهتم بيها كتير جدا 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 الفتره الاخيره، وهتلاقوا عندنا فيديو كامل اظن مرفوع على اليوتيوب بتاع الكدني، اتفرجوا عليه شباب والله مهم. ويمكن في الامتحان اللي فات في امتحان مارس جاب لنا رسمه الكدني بالليبلز بتاعتها، هشرحها لكم كمان شويه يمكن في السؤال تاني تحت، بس تعالى اكلمك عن الكدني، او تعالى انا اقول لك اكلمك عن الكدني دلوقتي والله مش خساره فيك. كانت هنا في الميسلينيوس نوتس بتاعتنا. الكدني يا شباب دي رسمه النفرون، الاستراكشر يونت او الفانكشنال يونت بتاعت الكدني اسمها النفرون. بس قبل ما اقول لك على الاستراكشر بتاع النفرون، وده انت هتذاكره وهتحفظ كل واحده اسمها ايه، بس قبل ما اقول لك ده هحكي لك قصه. بص يا صاحبي، ازاي دمنا بيتصفى؟ الكدني دورها ان هي تصفي دمنا، تاخد الميتابوليك ويست تخرجها في اليورين. ده بيحصل ازاي؟ بص، اول حاجه الدم بتاعنا بيجي يترمى كله في النفرون. تاني، الدم بتاعنا بيجي من هنا، دي حته اسمها الجلوميريولس. بتيجي الجلوميريولس تفلتريت الدم، تخرج كل الدم بكل مكوناته المفيده وغير المفيده. ركز، بترمي كل مكوناته في النفرون هنا. دي اسمها ايه؟ الجلوميريولس، اللي هم ال3 دول. دي عباره عن شويه بلاد فيسلز، ده الافرنت اللي جاي، ده الافرنت اللي خارج. تمام؟ طيب دول عباره عن ايه؟ جايبين الدم يجي يفلتر نفسه هنا، دي اسمها فلتريشن. الدم بيتفلتر يخش في البومنز كابسول، كل مكونات الدم الكويسه والوحشه بتخرج، ما عدا الحاجات الكبيره ما بتعديش. مين هي الحاجات الكبيره؟ البلاد سيلز. البلاد سيلز ما بتعديش من الفلتر ده. وكمان البروتينز، وعلى راسهم الالبومين. البروتين بيكون كبير ويكون نيجاتيف تشارجد، وهنا البيزمنت ممبرين بيكون برضه نيجاتيف تشارجد، ما يعدوش. يبقى تاني، اول حاجه هروح عند المصفى ارمي كل حاجه في الدم، كل الكومبوننتس بتاعت الدم، الالكترولايتس بقى، الصوديوم والبوتاسيوم والاملاح والبايكارب والسكر وكل حاجه برميها في الايه؟ في النفرون. ويفضل ماشي في رحله طويله كده، هحكي لكم الرحله دلوقتي. يفضل ماشي في رحله طويله، اثناء الرحله دي الحاجات المفيده بمتصها تاني ارجعها للدم. يبقى تاني، انا اول حاجه برمي كل حاجه في الدم برميها في النفرون، والحاجات المفيده بمتصها مره اخرى، عشان كده بيسموها ري ابزوربشن. باجي على مدار هنا التيوبيولز دي والزوموفينل
بعمل ري ابزوربشن للحاجات المفيده اللي انا عايزها اللي جسمي محتاجها ارجعها تاني للدم عشان ترجع لجسمي، وبقيه الحاجات اللي مش مفيده بتتجمع كلها في الكولكتنج داكت ويتجمعوا كلهم ينزلوا في اليورين نتخلص منهم. يبقى تاني انا برمي كل الكومبوننتس في المصفى، تمام، وبعدين ارجع اخد منها الحاجات اللي انا محتاجها اعمل لها ري ابزوربشن والباقي كله يروح في الكولكتنج داكت، ما عدا البارتكلز الكبيره زي البروتينز وزي البلاد سيلز ما بيعدوش من الجلوميريولوس ممبرين. الجلوميريولوس ممبرين هنا المفروض ما يعديش الحاجات الكبيره، تفضل جوه الدم ما تعديش منه خالص، اللي هم البروتينز واللي هم البلاد سيلز. سهل يا شباب؟ طيب ايه الاجزاء بتاعتي؟ احنا قلت لك الحته اللي فوق دي اسمها الجلوميريولوس، دي اللي هي البلاد اللي جاي هنا. بيفلتر فين؟ في البومنز كابسول، بس الجلوميريولوس دي اهم كلمه عندي. بعدين عندي هنا شويه تيوبيولز، انيبيبات، مش تيوب يعني انبوبه، تيوبيول يعني انيبيبه. مستقيمه ولا ملولوه؟ ملولوه. طبعا الرسمه دي رسمه تيبيكال قوي يعني، بس في الحقيقه بتبقى ملولوه عن كده. تمام؟ فدي كونفيوليتد تيوبيول ودي برضه كونفيوليتد تيوبيول. اللي في الاول اسمها بروكسيمال والبعيده اسمها ديستال. لما تاخدوا اناتومي بقى ان شاء الله هتعرف ان البروكسيمال ده حاجه قريبه من السنتر بسميها بروكسيمال، الحاجه البعيده عن السنتر بسميها ديستال. فده اسمها بروكسيمال كونفيوليتد تيوبيول، انيببه ملولوه في الاول، ودي انيببه ملولوه في الاخر، بنوصف اللي قدامنا. تمام؟ دي اسمها تيوبيولز. وبين التيوبيولز دي في عندي هنا ايه؟ ستريت تيوبيول، حتى بقى مستقيمه، بينزلوا كده يعملوا لي حاجه اسمها اللوب اوف هينل. دي كلها كده على بعضها مشيها لوب اوف هينل. طبعا هو في اجزاء بس مشي ان الجزء ده كده كله اسمه لوب اوف هينل. تمام؟ مش لازم اجزاء قوي. بعدين بعد ما نخلص الديستال كونفيوليتد تيوبيول نروح نجمعه في الكولكتنج داكت. والكولكتنج داكت دي قصه لها علاقه بالاي دي اتش، ودي قصه انتوا ايه؟ زهقنا منها. الكولكتنج داكت بيجمع كل حاجه بقى عشان تخرج في الايه؟ في اليورين. بس بنيجي عند الكولكتنج داكت يقول لك هي الميه دي كلها جسمي مش محتاجها. لو جسمك محتاج ميه بيطلع هرمون اسمه ADH، انتي ديوريتيك هرمون، الهرمون مضاد لاضرار البول، بيخلي الكولكتنج داكت تمتص الميه تاني وترجع الميه تاني للجسم. طب لو ADH مش موجود هينزل يورين كتير، تنزل ميه كتير في اليورين. تمام؟ يعني دي الفكره العامه ودي الاستراكشرز بتاعتي. الاستراكشرز مكتوبه عندك، البومنز كابسول والجلوميرولاي دورهم ايه؟ بيفلتروا البلاد. البروكسيمال كونفيوليتد تيوبيول بيعمل بقى ري ابزوربشن، التيوبيولز كلها بتعمل ري ابزوربشن. خد بالك البروكسيمال بيعمل ري ابزوربشن لمين؟ للجلوكوز، ودي كلمه مهمه. يبقى الجلوكوز يا شباب قصته ايه؟ الجلوكوز حاجه صغيره ولا كبيره بالنسبه للكدني؟ حاجه صغيره. يبقى الجلوكوز بيبقى فلترد من هنا، وركز في الجلوكوز والبروتين، مهمين قوي. مهمين عندكم في الامتحان ومهمين بعد كده لو اشتغلت دكتور، هتعرف ان انت ايه؟ بصتك كده على اليورين اناليسيس، تبص على الجلوكوز تبص على البروتين، يديك يوجهك في التشخيص بتاعك على طول. لو الجلوكوز هنا بينزل، تمام؟ طبيعي ان الجلوكوز ينزل هنا، بس طبيعي انه كله يكمل ولا يرجع تاني نمتصه تاني؟ طبعا احنا نمتصه تاني ويرجع للايه؟ للدم. بنمتصه منين؟ من هنا على طول. تمام؟ تعالى اخلص لك قصه الجلوكوز. الطبيعي في الجلوكوز في جسمنا يبقى كام؟ يبقى ما بين الصفر، ما بين معلش ما بين ال 70 وال 180. فلو انا عندي سكر في جسمي الطبيعي ان السكر هيطلع في الكدني، والكدني تمتص تاني السكر بقى يترجعه تاني للدم عشان ما نفقدوش. طب لو لا قدر الله في واحد مريض سكر، مريض السكر سكره في الدم وصل ل 400 مثلا، تمام؟ فهيجي هنا يطلع من هنا 400 سكر مثلا، تمام؟ هل البروكسيمال كونفيوليتد تيوبيول هتعمل ري ابزوربشن لل 400 كلهم؟ بيقول لك لا، هتعمل ري ابزوربشن ل 180 بس اللي هو اقصى حاجه. عشان كده بنقول لما يكون في عيان السكر في دمه اكتر من 180 هبدا ساعتها ابص بعيني في اليورين اناليسيز الاقي اليورين اناليسيز مليان شوجر. ليه؟ لان انا عندي هنا الكدني ثريشولد 180، ودي تعتبر وسيله حمايه، ما هو السكر العالي ده خطر، فالكدني بتنزل السكر الزياده. يبقى هيحصل فلتريشن، السكر هيخرج من الدم يخش في الايه؟ في البومنز كابسول. يحصل له ري ابزوربشن كله؟ لا، ما يحصلوش كله ري ابزوربشن. تمام؟ فيرجع تاني السكر في الكونفيوليتد تيوبيول 180 يرجعوا والباقي ينزل في اليورين. نزول السكر في اليورين اسمها جلوكوزوريا. تعال نشوف الجلوكوز. الجلوكوز نورمالي فلترد في الجلوميرولاي، ده الطبيعي انه يبقى فلترد. بعدين يحصل له ري ابزوربشن فين؟ في البروكسيمال كونفيوليتد تيوبيول بالاكتيف ترانسبورت.
لكن لو السكر اكتر من 180 الترانسبورترز مش هتقدر تمتص اكتر من كده، فيبدا يحصل عندي اشوف الجلوكوز في اليورين، دي اسمها جلوكوزوريا. طيب يبقى انا امتى هشوف الجلوكوز في اليورين؟ في حالتين يا شباب، وركز معايا كويس قوي. الحاله الاولى لو المريض ده دايابيتك، مريض سكر، فالسكر في دمه 300 او 400 او اي رقم كبير، فهيبدا يعني اكتر من 180، فهبدا ساعتها اشوف الجلوكوز في اليورين، شوف جلوكوزوريا. الحاله الثانيه اللي هشوف فيها جلوكوزوريا، والله لو البروكسيمال كونفوليوتد تيوبيول فيها مشكله. عشان كده دايما بنقول، يعني دايما دي قاعده كده في بتوع كده، يقول لك جلوكوزوريا يبقى المشكله تيوبيولر، المشكله في التيوبيول. تمام؟ يبقى فكر في مشكله في التيوبيول، في بروكسيمال تيوبيول. تمام؟ سيبك من دي دلوقتي. طيب تعالى نتكلم على البروتين. البروتين يا شباب الطبيعي في البروتين ان هو ما يعديش اصلا من الجلوميرولاي. يبقى الطبيعي ان البروتين نوت فلترد. تمام؟ فالبروتين في النورمالي نوت فلترد، ليه؟ عشان هم لارج وبرضه عندهم نيجاتيف تشارج، فما يعدوش من البومانز كابسول. تمام؟ طيب مع ان انا شفت بروتين في اليورين، شفت بروتينوريا، انا على طول هعرف المشكله فين؟ في الجلوميرولاي، في الجلوميريولس، يا دي جلوميرولار ديسيز. يبقى البروتينوريا جلوميرولار، والريد بلاد سيلز، البلاد سيلز برضه جلوميرولار. طب لو في مشكله في الجلوكوز غالبا بتكون تيوبولار، لان هو طبيعي يعدي من الجلوميرولاي، الجلوميرولاي ما بتعملوش اي حاجه اصلا. سهل يا شباب؟ دي القصه اللي انا حكيتها لكم، ازاي الكدني بتشتغل، بتفلتر كل بلاد كومبوننت، وفهمنا يعني ايه بتفلتر. بعد كده بتسلكتفلي ري ابزورب، بتختار اللي هي محتاجاه بس. الفلتريشن بيحصل في البومنز كابسول مع الجلوميرولاي، ونخرج الفلتريت. يبقى انا كده خرجت كل حاجه. الري ابزوربشن بيحصل في بقيه الاماكن بقى، في التيوبيولز كلها، البروكسيمال واللوبوفينال والديستال، وشويه في الكوليكتنج داكت. تمام؟ السؤال برضو اللي جالكم هنا قبل كده، السؤال بتاع الاي دي اتش. الاي دي اتش ده انتي ديوريتيك هرمون، بيشتغل على الكوليكتنج داكت، بيعمل ري ابزوربشن للووتر، عكس الالدوستيرون. ده برضو عندكم الالدوستيرون ما بيشتغلش على الكوليكتنج داكت، بيشتغل على التيوبيولز، بيعمل صوديوم اند ووتر ري ابزوربشن، بيسحب الصوديوم. وانت فاهم خدنا في الاوزموزس الميه بتجري ورا الملح، بيسحب الصوديوم فالميه تجري وراه. تمام؟ بصوا معايا على السؤال ده سؤال في امتحان قديم. part of the nephron responsible for reabsorption of water and dissolved substance. يبقى بيحصل reabsorption، بيحصل فين؟ في التيوبيولز. مين في دول تيوبيولز؟ اللوبوفينال. تمام؟ يبقى الريابزوربشن بيحصل مينلي في التيوبيول. الاجزاء بتاعتي خلاص، اللوبوفينال، الديستال كونفيتيول، الكوليكتنج داكت، وقلت لك ده كنترولد بالايه؟ بالاي دي اتش. تعالوا بقى نحل السؤال بتاعنا اللي كنا بنشرحه. ازاي الكدني او الاكسكريتوري سيستم مهم في الهوميوستيزيس؟ يعني ايه كلمه هوميوستيزيس؟ يعني keeping الانترنال انفايرمنت ستيبل internal environment. يعني الاوزمولاريتي في جسمنا، مش انت عارف ان الاوزمولاريتي في جسمنا 0.9%؟ ده رقم ثابت ما بيتغيرش، ده هوميوستيزيس. البي اتش في الدم عندنا 7.4، ده رقم ثابت ما بيتغيرش. تمام؟ التمبريتشر 37، ده رقم ثابت ما بيتغيرش. كل دي حاجات جسمي بيحافظ عليها، يبقى اسمها هوميوستيزيس. ازاي الكدني بتساعدني في الهوميوستيزيس؟ تريموف الميتابوليك ويست اند بالانس الووتر اند سولت ليفل. تمام؟ بتخرج الحاجات اللي احنا مش محتاجينها، وبتظبط نسبه السولت والووتر. محتاج ميه نزود اي دي اتش، مش محتاج ميه قلل اي دي اتش، وهكذا. وكان طبعا بتتحكم في البايكارب والبي اتش، بس دي نشوفها بعدين. في سؤال تاني هنا عايز اخلصه بقى بالمره، بما اننا اتكلمنا على الكدني. سؤال 43. البيشنت جالي بسيمتومز اوف كدني دامج، عملت له يورين اناليسيز. اول مريض الكلى اول حاجه بيعملها اليورين اناليسيز. تمام؟ فانا لقيت فيه جلوكوزوريا، تمام، ولقيت فيه بروتينوريا، ولقيت فيه كمان شويه ايه؟ ريد بلاد سيلز. تمام؟ السؤال ده يلخبط، يعني السؤال ده رخم قوي. لو انت اصلا راجل في اولى طب ولا في ثانيه طب، السؤال ده هيلخبطك. انا الطبيعي جلوكوزوريا افكر في التيوبيولر، لو في جلوكوز موجود انا افكر في البروكسيمال تيوبيول، او ان عيان دايابيتك ملهاش الا كده. تمام؟ بس انا دلوقتي عندي بروتينوريا، فده اليفيتد، يبقى انا همشي مع البروتينوريا، البروتين والريد بلاد سيلز دول اللي انا همشي معاهم. ليه؟ اول حاجه ان دي دايما الايفيدنس بتاعها بيكون اقوى، والحاجه الثانيه ان هم عندي حاجتين ظاهرين، فاختار في السؤال ده عشان البروتينوريا مع الهيماتوريا، دي بيسموها هيماتوريا، هيم يعني ريد بلاد سيل، يوريا، يبقى الاجابه هتبقى جلوميريولوس.
كان الصح يقول لي ان مفيش جلوكوز عشان يمشيها بقى سهله. هي كده ولا كده السؤال رخم يعني. تمام. طب لو قال لي جلوكوزوريا بس، قال لي ان في جلوكوز ومفيش بروتين ومفيش ريد بلاد سيلز، هفكر يا اما ان في مشكله في البروكسيمال تيوبيول او ان في مشكله في الايه؟ في السكر اصلا ان العيان دايابيتك. طبعا ده ممكن نشوف البرزنتيشن ده فين لو انت راجل يعني ايه قررت تخش طب. البرزنتيشن ده هتشوفه في دايابيتك نفروباثي، يعني هو العيان كان عنده سكر اصلا وسكره عالي، والسكر العالي بوظ الكلى فجاك كومبليكيشن على يعني السكر العالي فموجود. ده كده ده نورمال ميكانيزم، لما السكر يبقى عالي الكدني يبقى فيها ايه؟ تنزل السكر في اليورين فشوف جلوكوزوريا. دي مش مشكله كليه، دي مشكله سكر. السكر العالي بوظ الجلوميرولاي فبدات اشوف البروتين والايه والريد بلاد سيلز. دي بنشوفها في الدايابيتك نفروباثي، ويعني ايه مالكوش دعوه بيها الله يكرمكم. بقالنا قد ايه كده؟ داخلين في ساعه ونص. ربنا يكون في عونكم يا اولاد والله. الله 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 بديجري. بص 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 examine the degree below. بص يا صاحبي، اول سؤال هساله هنا، عايز اعرف الباترن. هسال هو دوميننت، هو اوتوزومال ولا ريسيسيف؟ ايه ده؟ هو دوميننت ولا ريسيسيف؟ اول حاجه هبص عليها ده مريض باباه ومامته سلام، مش دي اسمها جنريشن سكيب؟ جنريشن سكيب يبقى ريسيسيف. طيب اوتوزومال ولا اكس لينكد؟ البنت دي مريضه باباها سليم وهو ريسيسيف، مستحيل تبقى اكس لينكد، ده اوتوزومال ريسيسيف. انا ببص بعيني بلاقي بنت مصابه باباها ومامتها سلام، بحلف لك ان هو اوتوزومال ريسيسيف. تمام؟ دي اسمها الجنريشن سكيب، ممكن تراجعوها بقى من هناك. الجينوتايب اوف انديفيدوال 2 و 5 تعالوا نشوفهم. 2 ده مريض، اي حد عنده المرض، مش المرض ده انا عرفت ان هو اوتوزومال ريسيسيف، اي حد عنده المرض الريسيسيف بحط له تي سمول تي سمول تي سمول تي سمول تي سمول تي سمول. اي حد ما عندوش المرض بحط له واحده كابيتال. طب رقم 5 هي ابو 12، ده عنده تي سمول تي سمول، لازم واحده تروح هنا، يبقى 5 هيكون هايبريد و2 هيكون تي سمول تي سمول. 2 هيبقى تي سمول تي سمول و5 هايبريد. اختار اي حاجه فيها اكس. انا قلت ان هو اوتوزومال فاشطب على دول الله يكرمك قبل ما تفكر. تمام؟ والمرض ريسيسيف يبقى 2 اللي عنده المرض هيكون سمول سمول. سهله مش هشرح فيها كتير. 39 which of the following statements correct about الاستروجين؟ طيب الاستروجين بيفيفور الديفلوبمنت اوف ريبرودكتيف اورجنز، صح. الجروس ان سايز في النيو بيرن بيبي مالهم النيو بورن بالاستروجين؟ نيورو ترانسميتر؟ لا، الاستروجين ده هرمون. فيفور ذا ابييرنس اوف سكندري سيكشوال كاركترز؟ طبعا. ايه اللي هيخلي البنت حلوه غير الاستروجين؟ اروح اوريها لكم ولا خلاص بقى؟ 1 و4 طولت عليكم قوي يا شباب. حاجات السهله بقى هحاول اعديها بسرعه. 40 جروب اوف داكلينجز از ريزد ان لاب وزاوت اني اكسبوجر للووتر، اتربوا في المعمل ما شافوش ميه خالص، لكن بعد كده لما خرجتهم وريتهم من المعمل على طول بداوا يسبحوا. حد علمهم السباحه؟ لا، هم اتولدوا بيعرفوا يسبحوا. يبقى ده اسمه ايه يا شباب؟ ده اسمه innate behavior. بصوا معايا كده في ايمن behavior بسرعه هنا. يعني ايه innate behavior او inborn behavior؟ دي الصفات اللي هي جينيتيكلي هاردوايرد. يعني ايه؟ يعني انا اتولدت بعرف اعيط، محدش علمني العياط، ربنا خلق جوايا الجينز كده، اتولدت بعيط. تمام؟ اتولدت بعمل جاسب ريفلكس، بمسك اي حاجه، اظن شرحتها لكم قبل كده. اتولدت بسكلينج، احط اي حاجه في بقي ايه همصها. ده اللي بنعمله في الرصاص. البيبي اول ما بيجي لنا تبقى انا كدكتور اطفال واقف في اوضه الولاده، ايه دوري؟ البيبي يجي لي، دكتور النساء طلع لي الولد، اول ما بيجي لي انا بعمل بشوف الريفلكسات دي، بلبس جلافز كده وادخل جلافز في بقه. طبيعي انه يقعد يمص صبعي، لا كده السكلينج ريفلكس تمام. هات ايده يحط صبعي كده يقوم قافل عليها على طول. وفي ريفلكسات ثانيه وحاجات ثانيه طبعا بنبص عليها. بس انا قصدي كلمه النيت يعني ايه؟ يعني حاجات ربنا خلقها جوه جسمنا، موجوده في جيناتنا ما اتعلمناهاش. فده اللي حصل هنا، ما حدش علمهم السباحه لكن اتولدوا بيعرفوا يسبحوا، يبقى ده النيت بيهيفير. 41 و42 اسئله الدي ان اي، دي الاسئله السهله اللي انا بحبها جدا. يلا بينا. ده الدي ان اي ترانسكرايبد ستراند، خد بالك جاب لي الدي ان اي ما جابليش الار ان اي. وما تنساش ان الجدول ده بتاع الكودونز، يعني الجدول ده مكتوب عليه ايه؟ مكتوب عليه ام ار ان اي. فقبل ما تقارن بالجدول لازم تعمل ترانسكريبشن. تعال نشوف الميوتيشن فين. ده اول كودون، انا احب اقسمهم عشان اعرف ببدا منين. ده اول كودون، ده تاني كودون مفيش فرق، تالت كودون ايه ده، وده تالت كودون اهو مفيش فرق، لكن رابع كودون هنا شايف فيه فرق، الخامس والسادس مفيش فيه فرق. هنا كان اي تي جي
وهنا اي تي تي. كان هنا اي تي جي بقى اي تي تي. انا هاخدهم بره بس عشان ما توهش كده. كان عندي هنا اي تي جي بقى اي تي تي. اول حاجه، هل انا رحلت حاجه يعني حصل فريم شيفت، حصل ضفت حرف او شلت حرف، ولا في حرف اتبدل؟ في حرف اتبدل، فده هيبقى اسمه سبستيتيوشن. يبقى الاستبدال اسمه سبستيتيوشن، لما اضيف حرف اسمه انسيرشن او اشيل حرف اسمها ديليشن، والاثنين بيعملوا فريم شيفت. طيب الاي تي جي كانت اصلا ايه؟ الكودون بتاعها كان ايه؟ الاي مكتوب قدامها يو، والتي مكتوب قدامها اي، والجي مكتوب قدامها سي، فكانت يو اي سي. بعد الميوتيشن بقت يو اي اي. اليو اي اي دي ستوب كودون. ستوب كودون يعني ايه؟ هتوقف التصنيع. فعشان كده هسمي المشين دي ايه يا شباب؟ هسميها نونسنس. تعالوا نبص على ده، وممكن اديكم بريك بعد السؤال ده، بس تعالوا الاول ابص معاكم هنا في دقيقه. السبستيتيوشن يعني ايه؟ يعني انا غيرت حرف واحد من كان حرف بقى حرف تاني. عندي منه 3 انواع. السايلنت لما يكون الكودون والكودون الجديد بتوع نفس الامينو اسيد. طيب لو في عندي الامينو اسيد اتغير بسميها ميسنس. طب ولو عملت ستوب كودون بسميها نونسنس. تمام؟ يبقى احنا كده خلصنا 41 و42 و43 خلصناه، اللي هو سؤال الكدني. انا هاخد بريك واجي لكم تاني، يلا نكمل بقيه الامتحان. يا رب ييسر ويخلص بسرعه وما تزهقوش مني. المشكله فين بالظبط؟ ايه الاورجانيل اللي فيه المشكله؟ تعال نشوف. انا قعدت اعمل تجربه لما شلت النيوكليوس، خلينا ما عرفتش تعمل ديفيجن، مالهاش دعوه. لما شلت الريبوزوم البروتين ما تصنعش، هو قال لي ان هو بيتصنع نورمالي، يبقى المشكله مش في الريبوزوم. الميتوكوندريا انرجي، لما شلت الجولجي البروتين اكيوموليت، ايوه ما هو ده. لما شلت الجولجي البروتين اتصنع لكنه نوت سكريتد. تعال نبص عليها بسرعه. البروتين بتاعنا بيتصنع فين يا شباب؟ البروتين بيتصنع اول حاجه في الريبوزوم، بعد ما يتصنع في الريبوزوم بيروح على الرف اي ار، بعد كده على الجولجي بودي عشان يبقى سكريتد. لما شلت الجولجي بودي التصنيع تم لكن نوت سكريتد او نوت بروديوسد، فاخترت هنا الجولجي بودي. طيب what is the most likely cause of variation in eye color among humans؟ ليه لون العين بيختلف؟ انت عينك خضراء حلوه جميله، انا عيني بني، ليه لون العين بيختلف؟ سببين. اول سبب الميوتيشنز، الطفرات بتفرق في لون العين. تمام؟ السبب الثاني الاندبندنت اسورتمنت. تعالى افكرك بسرعه عن ايه اندبندنت اسورتمنت. اسباب الفاريشن عندنا غير الميوتيشن، الكروسنج اوفر والاندبندنت اسورتمنت. الكروسنج اوفر ان انا عندي التو انر كروماتيدز هيبدلوا حتتين مع بعض، فبدل ما يبقى عندي ازرق وازرق وموف وموف، لا ازرق في حته موف في حته زرقاء وموف، فده اداني 4 مختلفين. وكمان ممكن لو انا خدت ازرق من هنا اخد موف ازرق من هنا، او لو خدت ازرق من هنا اخد موف من هنا. ده اسمه independent assortment، ان التو نون هومولوجous كروموزومز ار assorted independently. عشان كده قلنا مش شرط كل واحد طويل واخضر يطلع ابنه طويل واخضر، ممكن ابني ياخد الطويل بس ياخد الاصفر من الناحيه الثانيه. كل صفه مستقله ده بيديني فاريشن. يبقى اسباب الفاريشن عندي ايه؟ الكروسنج اوفر، الاندبندنت اسورتمنت، وكمان الميوتيشنز. اخترت هنا سي. الراجل ده كان بيشوف تاثير التمبريتشر على السكورلز والتريز والبيردز. يبقى كده على انهي ليفل؟ مش التمبريتشر دي نون ليفنج والحاجات دي ليفنج، يبقى هو كان بيدرس تاثير الابيوتيك فاكتورز على البيوتيك فاكتورز. ليفنج مع نون ليفنج. هفكر في الايكو سيستم. سؤال ايكولوجي سهل. 47 سؤال في فكره. الفلاح ده رش مبيدات حشريه على محمد الفلاح، حكيت لكم عنه، كان عم سعيد برضو. بيرش مبيدات قتلت الحشرات وقتلت النحل. تتوقع ايه اللي يحصل؟ المحصول يزيد ولا يقل؟ برضو السؤال فيه بارادوكس غريب. انا متوقع لما ارش مبيدات حشريه كتير وقت كل النحل اللي في الموجود، هو يا شباب ايه اللي هيعمل بولينيشن للازهار؟ يعني ايه اللي هياخد البولين جرينز من هنا لهنا؟ مش الحشرات. طب انا موتت الحشرات ما عادش فيه بولينيشن. طب لو ما فيش بولينيشن ما فيش جروث للنبات، فتبقى دي حاجه نيجاتيف. فهقول هيحصل ريدكشن للبلانت ريبرودكشن، تكاثر النبات هيقل فيديني اكل اقل. طب ده حصل ليه؟ عشان الحشرات اللي انا شلتها دي كانت هي المهمه عشان تعمل بولينيشن، تلقيح للنبات. اسئله الجراف بقى اكتر اسئله بحبها في حياتي. تعال نبص على الجراف. بقرا الجراف ازاي يا شباب؟ ببص من تحت على الاكس اكسس، ده البي اتش،
بص من هنا ده الريت اوف رياكشن. فانا عرفت ان الانزيم الجراف ده بيشوف الريت اوف رياكشن اوف 3 انزيمز في بي اتشات مختلفه. بصيت بعيني لقيت ان الانزيم اكس بيشتغل ماكسيموم عند بي اتش 2، وواي بيشتغل عند بي اتش 7، وزد بيشتغل عند بي اتش 11. حلو. A scientist add enzyme Y to a solution with pH 2. لو جبنا الانزيم Y ده حطيناه في pH 2 هنا يشتغل ولا ما يشتغلش؟ لا مش هيشتغل. مش احنا قلنا ان الادفيرس بي اتش بيعمل دي ناتيوريشن للانزيم؟ فلما حطيت انزيم واي اللي بيحب النيوترال حطوه بي اتش 2 الانزيم هيدي ناتيوريت وهيستوب الفانكشننج وده هيقلل الاكتيفيتي بتاعته. تمام؟ طيب سؤال تاني سهل، مين في دول جاي من الاستومك؟ احنا مذاكرين وشاطرين وعارفين ان الاستومك بي اتش 2، طب الانتستين 8، طب بي اتش 11 موجوده فين يا شباب؟ في البايل جوس، شاطرين. يبقى الاستومك بي اتش 2 اخترت فيها اكس. طيب سيل نو نيوكليوس نو ممبرين باوند اورجانيل، والله هوريها لكم دي. نو نيوكليوس نو ممبرين باوند اورجانيل، فاكرين ده كان حتى من ده برضه في اول مره اتقابلنا كده او تاني مره اتقابلنا، قلت لك ان الخلايا اللي ربنا خلقها كان في خلايا متقدمه اسمها اليوكاريوتس، وفي خلايا بروكاريوتس اللي هي البكتيريا ما عندهاش نيوكليوس ولا ممبرين باوند اورجانيل. كان ده الفرق الاساسي ما بين البروكاريوتس واليوكاريوتس. هنا دي انهي خليه اللي ما عندهاش ده؟ البروكاريوت اللي هي البكتيريا. طبعا انت دلوقتي مذاكر المنهج كله عارف ان البروكاريوتس ممكن تكون بكتيريا او عيله ثانيه اسمها الاركيا، خدناها في التاكسونومي. البوتانيست عالم نباتات اكتشف ان في هرب معين بروديوس كيميكال سبستانس بيمنع الفورميشن من السبندل فايبر في السيل ديفيجن. يعني السبندل فايبر مش هتتكون. لما السبندل فايبر ما تتكونش انهي فيز في دول مش هتتاثر؟ البروفيز مش هتحصل عشان الكروموزومز مش هتعرف تكوندنس. هل الكوندنسيشن محتاج للسبندل فايبر؟ لا. انا عايز افكركم بدي، هروح اجيب الفيديو الصوره واجيب بسرعه. بصوا كده يا شباب، دي البروفيز. البروفيز الكروموزومز بتكوندنس والسبندل فايبر بتبدا تتكون. طيب لو السبندل فايبر ما تكونش الكروموزومز هتكوندنس برضه، لكن الخطوه الثانيه اللي هي الميتافيز معتمده على السبندل فايبر. يبقى السبندل فايبر بيبدا يتكون فين؟ السبندل فايبر بيبدا يتكون هنا، بس البروفيز كده ولا كده هتكمل. طب الميتافيز لا، الميتافيز مش هتحصل، مش هيترصوا الرصه دي غير لو السبندل فايبر اتكونت ورتبتهم بالترتيب ده. سهله؟ فلو عندي مشكله في السبندل فايبر الميتافيز عندي اللي هيبقى فيها مشكله عشان الكروموزومز مش هتعرف تتحط في السيل اكويتور. طيب 52 هانت. البروتين ده بيطلع من السيل اثناء السيل سايكل عشان يبقى يصلح الدامج دي ان ايه قبل الريبليكيشن. قبل الريبليكيشن دي كلمه مهمه. يبقى بيحصل في انهي مرحله من السيل سايكل؟ حضرتك عارف ان الريبليكيشن بيحصل في انهي مرحله؟ حضرتك عارف وشاطر ومذاكر ان الريبليكيشن بيحصل في الاس فيز وفي انتر فيز، صح؟ يبقى الريبليكيشن هيحصل في الاس فيز، وهو قال لك ان ده بيحصل بيفور ريبليكيشن، يبقى انا هتوقع انه هيحصل في الجي 1 فيز عشان يصلح الدامج الدي ان ايه بيفور ريبليكيشن. احنا كلنا عارفين ان الاس فيز هي اللي بيحصل فيها ريبليكيشن عشان كلمه اس جايه من سنسز يعني تصنيع، فالريبليكيشن بيحصل في الاس فيز، فلو في ريبير للدامج الدي ان ايه هيحصل في الجي 1 فيز. يلا الجينيتك انجينيرنج، قصه الانسولين حكيتها لك كذا مره، قلت لك لما جبنا الانسولين ده جبناه من الحصان وجبناه من الكائنات الثانيه وصفناه ولقينا الموضوع مش نافع. لما اكتشفنا الجينيتك انجينيرنج قلنا هاخد جين سليم منك وازرعه في البكتيريا واخلي البكتيريا تعيش، ولما تعيش هي هتصنع لنا كميه كبيره من الايه؟ من الهيومن انسولين. خدنا الجين بتاعك وخدنا بلازميد بتاع البكتيريا، حطينا الجين بتاع الهيومن جوه البكتيريا وعملنا ريكومبايننت بلازميد، وهبدا اسيب البكتيريا دي تعيش وتتكاثر بكميات كتيره، وطول ما هي عايشه هتصنع هيومن انسولين. اموت البكتيريا وانقي الانسولين واستفيد بيه، يبقى انا كده بصنع انسولين بكميات كبيره جدا عشان اعالج مرضى كتار جدا، ربنا يشفيهم ويعافيهم كلهم يا رب. ايه فوائد الجينيتك انجينيرنج في الانسولين والدايابيتس؟ هنقول انها هايلي افكتيف على الدايابيتك بيبول، واقدر اصنع منهم كميات كبيره، مش محتاج ان انا كل شويه اسحب عينات من حيوان او من انسان او من اي كائن تاني، عمليه مرهقه جدا. سهله؟ 54 يلا ما عادش غير 6 اسئله هانت.
الساينس تستخدم الفلوريسنت داي عشان يشوف اللوكيشن بتاع النيوكليك اسيد في السيل. ماشي. لقاهم موجودين فين؟ لقى شويه في النيوكليوس وشويه في السيتوبلازم. يبقوا دول مين؟ نيوكليك اسيد، ما تقوليش امينو اسيد. تمام؟ نيوكليك اسيد اللي احنا عارفينهم دي ان اي وار ان اي. هل الدي ان اي يخرج بره النيوكليوس؟ لا. الدي ان اي مكانه جوه النيوكليوس بس. قلنا الدي ان اي هو الملك والنيوكليوس هي القصر. فاللي ممكن يطلع بره الار ان اي زي الماسنجر ار ان اي والريبوزومال ار ان اي والتي ار ان اي بيخشوا يتصنعوا في النيوكليوس ويطلعوا بره عادي خالص. مسؤول عن الانرجي، مسؤول عن الاي تي بي، حفظناها في اول شابتر. قلت لك انرجي ميتوكوندريا، ميتوكوندريا انرجي، صح؟ سيل ريسبيريشن برضه ميتوكوندريا، مش محتاج ان انا اوريك فيها حاجه. الكربون دايوكسيد ريتيرن للاتموسفير امتى؟ هروح اجيب صوره بسرعه واجي. ده الكربون دايوكسيد. السيل ريسبيريشن انا كعبد الرحمن باخد اكسجين، بتنفس اكسجين وباكل جلوكوز، وبالسيل ريسبيريشن بخرج انرجي، بخرج كربون دايوكسيد، برجعه للاتموسفير عشان البلانت ياخد الكربون دايوكسيد مع الووتر ويعمل له كربون فيكسيشن ويعمل لي جلوكوز. يبقى مين اللي هيطلع الكربون دايوكسيد للاتموسفير؟ السيل ريسبيريشن. طب مين اللي هيشيله من الاتموسفير ويعمل له فيكسيشن؟ الفوتوسينثيسيس. فين السؤال؟ يلا، الكربون دايوكسيد هيرجع للاتموسفير خلال السيل ريسبيريشن. لما الكدني تستوب فانكشن، اتكلمنا كتير عن الكدني النهارده. لما الكدني تستوب فانكشن، ايه الفايده الاساسيه للكدني؟ ان هي بتفلتر بلاد من الويستس. لما الكدني تستوب فانكشن هيحصل عندي بيلد اب للويستس في البلاد، تراكم من الويستس في الدم بتاعي. ازاي اقلل الكومبيتيشن بين تو بيرد سبيشيز بياكلوا نفس الحاجه في ايه؟ في اماكن متشابهه. اتفقنا يا شباب ان الكومبيتيشن عشان يحصل بيحتاج شرطين. عشان يحصل منافسه لازم نكون احنا الاثنين وزن ذا سيم نيتش، يعني بناكل نفس الحاجه، ويكون عندي ليميتد ريسورسز. تمام؟ يبقى امتى بيحصل كومبيتيشن؟ لما يكون احنا في السيم نيتش، يعني بناكل نفس الحاجه وعندي ليميتد ريسورسز. طب امتى ما يحصلش كومبيتيشن؟ لو غيرنا الحاجات اللي بناكلها، انا باكل حاجه وانت بتاكل حاجه ثانيه، ساعتها مش هيحصل كومبيتيشن. او ان الريسورسز بقت كتيره، فعندي طائرين عايزهم ما يتشكلوش، اعمل ايه؟ ايه رايك نخلي ده ياكل حاجه، ده هياكل لارجر سيدز والتاني ياكل سمولر سيدز، ده يتغذى على نوع وده يتغذى على نوع تاني. يبقى انا كده حطيتهم في ديفرنت ايكولوجيكال نيتشز ما يتشكلوش. يلا، ييست سيل. لما اسمع كلمه ييست هفكر في ايه؟ لما اسمع كلمه ييست انا هفكر في الانيروبيك ريسبيريشن. تمام؟ حطيناها في تو كونديشنز، فلاسك 1 فيه اكسجين وفلاسك 2 لاكس اكسجين. انيروبيك مش محتاج اكسجين. ايه اللي هيحصل في فلاسك 2؟ تعالى افكرك بيها بسرعه. يلا، الييست مع الشوجر هيديني ايه؟ هيديني كربون دايوكسيد وايثانول او ايثايل الكحول. ايه اللي حصل؟ كان عندي 3 كربونات، البيروفيت كان 3 كربونات. انا عملت ايه؟ كسرتهم، طلعت واحده في الهواء اللي هي الكربون دايوكسيد، والاثنين دول بقوا على شكل ايثايل الكحول اللي هو الايثانول. حتى ايه؟ تمام؟ فايه اللي هيطلع لي هنا؟ يطلع لي ايثانول. ليه ما اخترتش كربون دايوكسيد؟ لان يا شباب لو في اكسجين وحصل ايروبيك ريسبيريشن، الايروبيك ريسبيريشن برضه بيطلع كربون دايوكسيد. قال لي مين هيبقى فاوند اونلي في فلاسك 2؟ فاخترت الايثانول. الكربون دايوكسيد موجود في فلاسك 2 وموجود في فلاسك 1، مش هينفع اختار. ماشي يا ابطال؟ اخر سؤال، لو سيلز ميتوكوندريال دي ان اي از دامجد. الميتوكوندريال دي ان اي دامجد، which cellular process will be directly affected. طيب ده الدي ان ايه اللي في الميتوكوندريا باظ، يبقى الميتوكوندريا مش عارفه تشتغل. يبقى ايه البروسيس اللي مش هتحصل؟ الميتوكوندريا كانت مسؤوله عن ايه؟ مش قلت لك ميتوكوندريا انرجي، ميتوكوندريا سيل ريسبيريشن. فلو حصل مشكله هنا حصل مشكله في السيل ريسبيريشن. الحمد لله خلصنا الامتحان. اي ثينك الفيديو هيطلع ممكن فوق الساعه ونص. يعني يا رب وفقكم. امتحان تقيل، قلنا فيه افكار كتيره، شرحنا فيه الكدني، شرحنا فيه الكروس سكشن بتاع النيرف، شرحنا فيه شويه حاجات في الايفوليوشن ساينس جداد، في افكار كتير ويعني مهمه. فيعني ايه،
ربنا يا رب يوفقكم ويعينكم كده تتفرجوا على الفيديو ده كله، تتفرج عليه مره واثنين، وزي ما قلت لك حل الامتحان مره في الاول قبل ما تتفرج على الفيديو، ومره ثانيه بعد ما تتفرج على الفيديو تكون فهمت افكاره. بالتوفيق يا شباب، وان شاء الله قريبا تشوفوا بقيه الفيديوهات كلها وبقيه الامتحانات كلها، ويا رب بالتوفيق، ويا رب نشوفكم كلكم جايبين 800 بقى في الاي اس تي بعد التعب ده كله. على خير نشوفكم ان شاء الله يا شباب.